سلم عليه طرابلسي مش عارف ايه، شافني طبعا اشتغلني كالعاده، مستنيك في هو عنده المطار جمله مستنيك. ايوه ليموزينك ليموزينك مستنيك واي حاجه ضن وخلاص. ان ما ينفعش اول بطوله كاس مصر رواد صح. في تاريخ رواد، والفكره طالعه من عندنا، الفكره طالعه من سبورتنج، وما ينفعش سبورتنج يلعب فيه. شاركش ده فيها حدوته بقى بتاعت استاد اسكندريه ده، علشان احنا شفنا الكاتشانه من على الخط. ايوه ماتش النهائي وكنا لازم نكسب على فكره. أيوة. لعبت اول شوط وبعد كده اعتزلت الكوره خلاص. اول سؤال جه ساله الماتش الجزيره اتلعب ولا لا؟ مين اكتر داعمين ليك في الفكره؟ الموضوع خد الشكل بتاعه، وبعدين ابتدينا عملنا بقى حاجه لطيفه قوي اللي هو جمعيه الانديه المصريه. تخيل كده يا كابتني تبقى قاعد يوم وتخلص يومك خالص عادي طبيعي، وتروح تنام، تصحى تاني يوم الصبح تلاقي الكوره انتهت، مفيش كرة قدم. بس عايزك تسرح معايا بالموضوع شويه، يعني اسرح كده وروح بخيالك، ومش هيبقى فيه تشجيع. كم مليار بني ادم هيوقفوا فرجه على كوره؟ كم مليار بني ادم مش هيتكلموا ولا يحفلوا على بعض؟ مش هيستمتعوا بالكوره. مفيش استمتاع، مفيش كوره، مفيش اي حاجه تخرجهم عن الملل والزهق وضغط الحياه. زيد عليه ده، انا بتكلم في الحته دي، الحته اللي ليها علاقه شويه بالفرجه، ده الناس اللي بتحب الكوره ودرويش للكوره وبيتفرجوا عليها. زيد بقى عليه وخد بقى تيجي تحتها كام سطر، اللي بيلعبوها، الهواه اللي بيلعبوا الكوره طبعا. لك ان تتخيل ان الهواه اللي بيلعبوا الكوره واخدين الموضوع في حته ابعد شويه، على ان هي دي فعلا الحاجه اللي بتخرجهم من الضغط ومن الملل ومن الزهق، مش هيبقى فيه كوره. فالوضع هيبقى عامل ازاي؟ حلقتنا النهارده مختلفه يا كابتن شيحه. مساء الفل عليكم يا رب، كل الناس تبقى بصحه وبخير، وحلقه جديده من حلقات بودكاست كلمني كوره. وحلقه النهارده بقى غير خالص بقى، لان احنا وعدناكم الفتره اللي فاتت كتير ان احنا نبدا بدايات مختلفه، والنهارده البدايه مختلفه، والبدايه من النقطه دي اللي احنا حاطين عليها كذا خط. اتاخرنا كتير صح؟ شويه بس يعني تاخير ان شاء الله النهارده يكون بفايده ان شاء الله. معانا ضيوف، وضيوف تقال، ضيوف كبار، ضيوف عملوا كتير قوي علشان خاطر لعبه كره القدم. قد ايه عندهم شغف، وقد ايه عندهم حب للعبه، وقد ايه قدروا يسحبوا الحته دي من حته الهواه ان هي تروح في حته تانية كويسه. او مش هنوصل للمحترفين، ولكن قد ايه فعلا بيضيعوا من وقتهم، من مجهودهم، من ساعات عملهم، علشان خاطر يفضلوا محافظين على حبهم وشغفهم لكره القدم. ضيوفنا النهارده ضيوف كبار ومهمين قوي في رياده كره القدم في اسكندريه. نحب نرحب ان شاء الله بضيوفنا. لازم معانا نجمنا الكبير، صاحب فكره رياده كره القدم ورواد كره القدم في اسكندريه، كابتن محمد سميح الطرابلسي. واللي بيحبوا ينادوه بقى، بيحبوا ينادوه وهو بيحب يسمع الاسم ده، كابتن بولي. نورني يا كابتن بولي. تسلم يا حبيبي، ربنا منور بودكاست كلمني كوره. منور بيكم ان شاء الله. الله يخليك حبيبي يا كابتن بولي، منور. ومعانا الضيف الثاني من الناس المهمه جدا في كره القدم السكندريه، وهو المدير الفني لفرقه رواد سبورتنج في اسكندريه. وانا حاسب له حته علشان يدينا شويه من خبراته وتاريخه في كره القدم. كابتن مهند الجمل، منور الدنيا. منورين، انتم منورين. ده نورك يا حبيبي. احنا انت مش متخيل الموضوع ده طول قد ايه علشان خاطر نظبطه وتبقوا موجودين معانا. والفاكهه بقى، نختم بقى بالفاكهه زي ما بيقولوا كده، ايه بنختم بالفاكهه. طبعا يا الفاكهه يا هو زي ما بيحب يتقال له الكاريزما بتاعت الجروب. معانا كابتن محمد سبيحه، بلاي ميكر فرقه رواد نادي سبورتنج. منور الدنيا يا كابتن محمد. الله يسلمك، ربنا يخليك. والله السعاده انتوا مش متخيلين احنا قد ايه ان انتوا معانا. واحنا لما بنحب نبدا زي ما بيقول لك كده، عشان تبدا حاجه كبيره لازم يبقى معاك ناس تقيله وناس كبيره. ومعايا اخويا بقى مش هنساه،
حبيبي المحاور الجامد حبيبي النهارده في لا دول حبايبنا على أيوة. فكره، اللي عايز اقولهم مش ضيوف كابتن طبعا. احمد شيحه حبايبنا. منور الدنيا يا ابو حميد. بنورك يا سولو. الحمد لله على السلامه. وحشني والله. انت والناس أكتر. اكيد طبعا احنا اختفينا عنهم كتير، بس شوية بس. راجعين اهو ان شاء الله. شوية عودة بقوة راجعين كده. بشكل مختلف كده يعني. معانا حبايبنا احنا دول مش مش غراب. ضيوف يعني. دول مش اللي غراب. عايز اقول للناس دول مش ضيوف، دول حبايبنا واحنا طبعا. معاهم في المجموعه وبنتشرف بمعرفتهم، منورينا كلنا طبعا يا كابتن. الله يخليك نورك. هنبتدي بقى ايه يا كابتن بولي؟ ناخد الموضوع ان هو مش وليد اللحظه ديت. احنا وزي ما انا قلت في البدايه ان انت بتكرس من وقتك كتير جدا لفكره الرواد. هاخدك كده سريعا شويه دردشه بقى. الفكره جت معاك ازاي؟ ابتدت ازاي؟ الموضوع كله من خش بقى عليا، اديني من 4 يلا. سنين. ايوه ماشي خلاص. الفكره جت عرضناها على الحاج عامر. كويس قوي. الحاج طبعا ايه يعني، هو ما بيحبش حاجه فاشله، فهو توقع ان الموضوع ده هيفشل. ليه؟ لان هو قال لي الفرق اللي هي هتبقى في المركز الاخير بتاعها هتنسحب، مش هيكمل. فالمهم الزن مره 2، المهم اقتنع، قال لك نجرب. عمل واحد برومو، جرب كده في دوري من دور 1 برومو، وطبعا كان سميناه باسم المرحوم محمد الجمل، رحمه الله عليه. كاس محمد الجمل رحمه الله عليه. وجاب كان 7 فرق تقريبا اهو ده صح؟ 7 فرق. الاسطول كان موجود وسموحه والحضره وريو والحضره، والحمد لله طبعا ايه دي كانت تجربه حلوه وعملت صدى كويس. وسبورتنج خد البطوله دي البرومو. البطولة. اول بقى دوري بجد اللي هو دوري رايح جاي اللي بعديه، صح كده وانت؟ بالظبط كده. ده كان السنة كام اللي فرق بعديها تقريبا؟ على كانت طول. الجزيره. السنه اللي بعد كان 10 فرق. الجزيره كانت موجوده، الجزيره من المعمورة. القاهره بالظبط كده، والباقي الفرق من اسكندريه كانوا. كان نيو جيزه جم ولا لا الجزيره بس من نيو القاهرة. جيزه في السنه الثالثه تقريبا. الجزيره نيو جيزه في السنه الثالثه السنة التالتة. بالظبط كده. بس فابتدت بقى الحاج اول يوم النهائي، انا فاكر كويس قوي. اول سؤال جه ساله، الماتش الجزيره هتلعب ولا لا؟ قلت له هتلعب. نتيجه كام؟ 1-1. عرف ان البطوله نجحت، ان ده فرقه مثلا ترتيبها كان الاخير او قبل الاخير بالظبط. فابتدت الموضوع يكبر بقى يبقى في صدى. والفرق في القاهره زادت. يعني دلوقتي انت عندك القاهره دلوقتي الجزيره نيو جيزه. السنه دي بقى كام فرقه؟ السنه دي 13 16 فرقه، 8 في و8. الكاس. 8 عندهم. 8 على مجموعتين يعني 8 في كل مجموعه. وكاس مصر كان برضو 16. انا جاي لك على موضوع كاس مصر ده عشان احنا لسه. انت عملت ايه علشان خاطر تروح بالفكره بالالتزام ده؟ احنا عارفين بما ان احنا افراد في المجموعه التزامك في اللعب، لان مفيش مجموعه في رواد مصر كلها. أيوة. وانت كنت صاحب فكره الرواد كره القدم في اسكندريه. الالتزام باللعب 3 ايام في الاسبوع، لعب 3 ايام مواعيد مقدسه زيه زي الاكل والشرب والنوم. عملت ده ازاي؟ ال3 ايام دول احنا عندنا المجموعه عندنا بقى لها سنين بنفس الطريقه. أيوة. احنا مش بنتكلم على ال3 ايام بتوع المجموعه. تمام. الفكره نفسها بتاعت الدوري والكاس، وعندنا حاجات تانية نشاطات يعني عموما. أيوة. ده حاجات احنا لازم كل سنه لازم عندنا سفريه بره. تمام. لازم عندنا احنا بنحاول يعني دي بالنسبه لنا الكوره انت عارف. طبعا. مين اكتر داعمين ليك في الفكره؟ يعني مين اكتر؟ الحاج بص، اول حاجه طبعا الحاج عامر. طبعا. الحاج عامر حسين طبعا نوضح للناس. طبعا الحاج عامر حسين طبعا. هو الولاد الموضوع اصله ما كانش هينجح طبعا. ما حدش ابدا كان هيزق معانا في الزقه دي بصراحه. اكيد. والموضوع خد الشكل بتاعه، وبعدين ابتدينا عملنا بقى حاجه لطيفه قوي اللي هو جمعيه الانديه المصريه. انت قايل عليها الرابطه طبعا. والحاج عصام طبعا برضه عشان ما ننساش طبعا. لا الحاج عصام ده طبعا لا اكيد احنا لا فهو ده اهم داعم برضه طبعا. لا اكيد طبعا. حاج عصام فتح الله. انا الحاج قلت له حاج عصام تعالى معايا ما رضاش. قال لي مفيش. هنجيبه ما تخافش، هيجي جاي هنمضيه يا كابتن. كده جاي. طيب انت بتقول ان انت قعدت فترات بتاخد الموضوع، لان انا حضرته معاك من زمان. ايوه. وطلعت بالفكره من رواد لفرق في مصر لمنتخب رواد كره القدم في مصر، منتخب مصر. عايز رحت بيهم فين؟ احنا عملنا الاول عشان انا في طلعه كنت معاك. ما احنا لازم زي ما قلت لك كل سنه بنطلع فرقه من الانديه، على فكره مش لازم سبورتنج بس. بناخد يعني السنه اللي فاتت كان معانا
من سموحه، مستشار سودان وفيروس، وكل سنه بنطلع على بلد شكل بطوله وبتاع. السنه اللي فاتت كانت فين؟ واجواء كانت في المغرب. واللي قبلها كانت ليتوانيا. واول سنه دي كانت كنت انت معانا. ارمينيا. 7 ساعات ارمينيا. بعدين كانت رحله صعبه قوي. الراجل ده كمان اكتر واحد اتبهدل معانا. كابتن ميدو طبعا وكابتن سباحه. هو سألني قلت له ساعتين. الفكره ان هو بيتكلم معايا، بيتكلم بمنتهى التلقائيه، قال لي الراجل مستنيك في المطار. رحت لقيت كنا حاضرين الموضوع ده. مش اي لغه. مش عارف اقول له حاجه، بقيت بيتكلم ارميني. انا اول مره اعرف ان في حاجه اسمها بقيت لغه ارميني. اشاور طبعا. ايه اللغه الارمينيه؟ عارف طبعا. عارف افلام بتاعت مصاص الدماء، ما ماشيين في حته انا هموت في اي لحظه. صعبه، كانت رحله صعبه. رحله ارمينيا دي يا كابتن بولي. بس خد بالك حلو، انت بتروح حتت طبعا. جديده. طبعا. 7 ساعات ماشي في جبال، وانا يعني لا هي مغامره كده حلوه. لا الحاجات دي طبعا. بتبقى حلوه طبعا. خلي بالك ما بتحسش. تخيل احنا بس عشان تكمله الحاجه جنون الكوره، ان واحد يحجز تذكره طيران في سفر 21 ساعه كابتن سباحه عشان يروح يلعب ماتش او ماتشين مم. في يوم او يومين، ويرد تاني يوم يرجع بلده او هيقعد ترانزيت 8-9 ساعات. يعني ايوه ده اللي بيتكلموا فيه اللعيبه المحترفين، بيقول لك انا بتعب. على فكره ده للعلم، ده سباحه كابتن سباحه هو اللي عمل كده. انا عارف. هو اللي جالنا في الرحله، يعني جالنا الرحله بعد ما احنا وصلنا نادي يومين. فوتنا اول يوم ماتشات ولعب معانا اليوم الثاني ماتشات في ارمينيا. ارمينيا كانت مقاطعه اسمها كمان. طبعا. بس هي البطوله حلوه. هي طبعا كانت جميله طبعا. وفتحوا المدارس في الاستاد وبتاع، وجابوا الاولاد يتفرجوا. والسنه اللي بعديها ليتوانيا. السنه اللي فاتت المغرب كانت جميله قوي. طبعا تجربه المغرب. انا كده كنت هسالك على انجازات، يعني انجازات فيها ايه؟ انتوا في كل سنه كنت بتعمل انجاز مختلف. اول سنه كان انجازات منتخب الرواد ايه، والسنه اللي بعدها السنه الاولانيه خدنا رابع. تمام. ارمينيا كنا سوا. ايوه. ليتوانيا احنا خدنا تاني وبالتحكيم. يعني مش عايز بقى اقول تحكيم، بس الكوتش كده الموضوع تحكيم دولي ومحلي وحاجه صعبه بفرق جون يعني وبتاع. عدت. المغرب بقى هم الناس صراحه بيحبونا قوي، عملوا بطوله حلوه قوي. استقبلونا هناك في بلد اسمها اصيله، في قصر ضيافه، حاجه محترمه. كابتن ميدو طبعا قاعد في اكبر اوضه في السويت. عاملين لك استقبال حلو. باشا بنقول له الفاكهه بتاعتي يقعد في اكبر اوضه. خدوا كل التسع الناس الكبيره في سويتات، والباقي طبعا بقيه الفرق اوض في سنجل في العماله بقى تحت. لا قضينا، كانت بطوله حلوه. باستثناء اللعب وباستثناء المكسب والانجازات اللي بتحصل، كفايه الطلعه بالسفريه، بالصحبه اللي بتبقى اللمه طبعا، والاجواء تبقى حاجه تانية مختلفه خالص. طبعا. لا اكيد. وملاعب المغرب حلوه جدا. نفسك يحصل ايه في رواد كره قدم في مصر؟ يعني بتحلم بايه من الاخر؟ ان شاء الله. لا اللي كله جاي. هو مش نفسه، هو بيخطط. ايوه انت هتقضي علينا انا عارف. لا هو احنا دلوقتي الحمد لله دلوقتي بقى عندنا دوري منتظم، عندنا كاس منتظم، عندنا كاس رابطه الانديه زي بالظبط رابطه الانديه المحترفه بتاعت مجدي عبد الغني والجماعه دول. لا احنا عندنا ده انت رب رايح بالموضوع بتسكيله على موضوع كبير. ليه لا؟ واحنا يعني نامل ان العدد يزيد اصلا في عدد الفرق الجايه، ويكون من كل مصر. يعني هو اللي انا عايزه في السنين الجايه ان شاء الله انه يكون من كل مصر. يعني الموضوع منحصر للاسف الاول 3 سنين ما بين اسكندريه اكتر. أيوة. القاهره ممكن فرقه او فرقتين، السنه دي 3 فرق. تمام. بس هو ده مش ده القاهره. ده القاهره المفروض يكونوا 20 فرقه لوحدهم، واحنا اسكندريه لا يعني في الموضوع. وفي بورسعيد، وافتكر رحنا لعبنا في بورسعيد قبل كده، في اسماعيليه، في دمياط، في كل محافظه. فالموضوع ده هيفرق جامد جدا مع الرواد في علشان الفكره تنتشر زي ما انتم عايزين. ناقصها ايه؟ هو ناقصها الاول سبونسر كويس طبعا يمسك، لان في فرق كتير جدا، فرق صغيره نفسها تدخل. طيب ايه اللي يمنعهم؟ محتاجه دعم؟ لا دعم طبعا. اكيد في تكاليف. التكاليف السفر لوحدها تكاليف.
احنا نفسنا يعني بنتعب في السفر، فيها مجهودات ذاتيه كتير. طبعا فيها مجهودات ذاتيه كتير. طبعا احنا ما بقول لك لولا الحاج عصام، عشان كده بقول لك هو الحاج عصام طبعا دي حقيقه. لا ودي حقيقه يعني يستحق الشكر. احنا عندنا الحاج عصام السبونسر بتاعنا بالظبط كده. في فرق ما عندهاش حد. فانت تخيل اتوبيس من اسكندريه لاسماعيليه او بورسعيد 15,000. طب ما ايه اللي هيخلي فرقه تدفع 15,000 عشان تروح تلعب ماتش رواد؟ طبعا ماتش رواد في الاخر بالظبط رواد وهو واقع في الاخر. فاهم قصدك؟ فالموضوع طبعا لا، الموضوع محتاج دعم. دي اهم حاجه، السبونسر اهم حاجه. ايه رايك يا كابتن شيحة؟ دي اول خطوه. لا ده اكيد، ده لازم طبعا. بس على فكره هي فيها معاناه، بس الناس عايزه، هي دي الميزه. ده اللي هيجيب لك عايزه، بس في حاجات في حاجات موقفاها السبونسر برضه. وفكره خلي بالك منتخب الرواد ده دي لا ليه لا اللي ما تكونش رسميه برضه. ايوه صح، هي يعني منتخب رسمي. الله ينور عليك. خلي بالك هو في اكيد في بطولات في العالم. المانيا فيه. ايوه المانيا بطولات باسم الرواد. سيبك من طبعا البطولات اللي احنا بنروحها في ليتوانيا والمغرب، بطولات حلوه جدا جدا جدا، بس انا بتكلم ان يكون منتخب مصر من كل نادي 2 3 زي المنتخب الكبير. طبعا. ويكون دي اللي جاي الخطوه الجايه. ما هي دي انا كنت بتكلم انا كنت بتكلم مع اسلام فيها دي، وقلت له لازم حتى قبل ما نيجي يعني نصور معاكم حتى قلت له لازم اسالهم فيها، لان ده اكيد في بالهم. انت كده يعني اكيد جاي على بالهم الفكره دي، لازم تبقى جميله طبعا. هي دي اللي جايه، بس مفيش خطوه ثانيه يخليك تعمل ده. يعني اللي انت بتحلم بيه توصل له. يا ابني اصل انت مش لوحدك، انت معاك ناس دماغها كلها كوره. يعني كلنا احنا كلنا، انت مش بتتعامل لوحدك. كل الناس يعني الحاج عامر حسين فضل، الحاج عصام، الطقم كله، كل واحد فينا بيزق في حته. طبعا. ايوه اكيد طبعا. انت فاهم؟ انا ما تلاقيش واحد بحب طبعا، وحرفيا بلا مقابل. ما هو بالعكس اديك شايف. فاحنا الخطوه الجايه ان شاء الله تكون دي اكيد طبعا تبقى مثلا بطوله افريقيا بتتلعب في حته في جنوب افريقيا، هتلاقي عندها بطوله فوق السن الجمعه الجايه البطوله في الكونغو عادي. ايه المشكله تروح الكونغو يتعمل بطوله فوق السن؟ طبعا. انت مفيش حاجه غريبه عليك، جامد جدا. هتودينا الكونغو ليه لا؟ ايوه. بطوله افريقيا اتلعبت مثلا في المغرب، اتعمل بطوله صغننه فوق السن مصغره منها في نفس الوقت فوق السن قبلها. ايوه صح. وكان في 6 فرق وعملنا ماتشات حلوه والناس اتبسطت قوي. طيب بما ان احنا هنا وفي البودكاست بتاع كلمني كوره، وزي ما بيقولوا كده ده هيبقى نواه او اداه نقدر مش نسوى بقى للموضوع، بس نعرف الناس حتى لو هم عندهم استعداد يعملوا مجهودات ذاتيه، انه عرفهم الطريقه. ايه الطريقه؟ يوصلوا ازاي؟ يعني يعملوا ايه الخطوات؟ انا في فرقه اهو في القاهره مثلا، اوكي، في فرقه عندها 13 لاعب عايزين يسجلوا، عايزين يخشوا، يعملوا ايه؟ احنا دلوقتي منتظرين في فرق من القاهره. العبور بيجهز نفسه كويس. شمس، الشيخ زايد، زائد ان 6 اكتوبر دخل، ماشي، واخد بالك، نيو جيزه، الجزيره، كده 6 فرق. احنا بنحاول مجموعه القاهره تبقى 10 على الاقل. حلو قوي. اوكي، وهم عندهم الفرق نفسها بتساعد، الفرق اللي موجوده دلوقتي بتساعد بعض. حلو قوي. واحنا عاملين جروب كبير للانديه كلها من كل حته في مصر. الجروب ده فيه من دمياط، من بورسعيد، من كله. هو ده الغرض اللي احنا يعني بنسال فيه. وكلمت الجماعه بتوع دمياط على اساس ان هيعملوا الناس هم وبورسعيد هيعملوا مجموعه قناه. بنحاول. مش هي اسكندريه هي اللي بتدفع كل هي اللي زق. يعني بصراحه اكتر حاجه بسطاني في الموضوع ده ان اسكندريه هي النواه في الموضوع ده، هي اللي استقصت الشريط. ما برضه هرجع اقول لك الدور والرك على مين؟ على الحاج عامر. الحاج عامر عشان تواجده معانا بالظبط. طبعا اكيد طبعا. عشان كده هو اللي بدا الفكره. احنا مش عصام فتح الله، احنا ما بنجاملش. لا خالص. الناس انت فاهم قصدي؟ يعني انا ما بجاملش مثلا اقول ايه فلان او علان. هو دي الحقيقه. انت النهارده الحاج عامر عمل حاجه ما تتخيلهاش. هو اقتنع بالفكره. مفيش بني ادم هيجي اي حاجه بروح له بيها بيقطع فينا الاول وبعد كده بيعملها، وبيعملها بمحبه طبعا. وبيقعد يعني في ملعب الميه كان بيقعد يتفرج وهو في عز اتحاد الكوره لغايه 1:30 الفجر. لو تفتكر كان في ماتش شغال بتاع النجوم قاعد بيتفرج عليه. اكيد طبعا، ونوجه له الشكر طبعا. اكيد الحاج عامر طبعا. الحاج عامر ما بيتاخرش عن اي حاجه فيها. وريني بقى شطارتك تعرف تجيبه هنا ان شاء الله. لا هنمضي، بص كله هيمضي بعد انتوا جيتوا واحنا افتتحناه قصينا الشريط وكله هيمضي بعديكم ان شاء الله. احنا عرفنا ان الحاج عامر ان شاء الله باذن الله برضو داخل على محطه في مشوار الاستكمال، مشوار الانجازات يعني بالنسبه له ان شاء الله هيبقى ليه ظهور على الشاشات.
فنأمل ان البودكاست بتاعنا المتواضع يستقبل ربنا الحاج كريم. عامر حسين ان شاء الله في ان يوم شاء من الأيام. الله باذن الله يكون ضيفنا يعني كابتن باذن الله. مهند. كابتن مهند طبعا بقى يعني عايزين نساله كده سؤال ايه عن بقى ايه. طبعا هو مدير فني لفريق الرواد طبعا. ايوه. عايزين نساله بقى هل حضرتك بقى كابتن مهند بقى اشتغلت مدير فني قبل كده ولا يعني كله كان لعب كوره بس؟ طبعا احنا عارفين طبعا انت لعيب في ناشئين سبورتنج طبعا ولعبت في كل المراحل. يعني احكي لنا كده جت لعبت في كل المراحل السنيه سبورتنج من وانا عندي 5 سنين تقريبا ان شاء الله. ولعبت فريق اول في سبورتنج بس لما رجع الفريق لما الاول رجع بعد ايوه كنا في فتره قعد 10 سنين دي حقيقه فراغ. لما رجع تاني مع كابتن احمد قناص طبعا ربنا يديله الصحه رجعت معاه. وبعد كده المدير الفني برضو رجعت برضو من اسباب يعني برضو الحاج عامر لما رجعت من 5 سنين كنت مدرب مع الفريق الاول مع في الجهاز الفني احمد فاروق. قعدت 4 سنين وفي ال4 سنين دول مسكت في النص فرقه 2001 مسكتها لوحدي خالص. يعني الحاج عامر كده قال لي يلا تجربه عشان الفرقه دي كانت مربوطه ايامها بالفريق الاول. فاهم قصدي؟ فانا اوريدي كنت باخد لعيبه من الفريق الاول. ايوه. فقال لي امسكها انت مدير فني. فدي برضو ساعدتني جامد جدا كتير معاك طبعا. دلوقتي ساعدتني جامد جدا 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 عن برضو مع فاروق في الفريق الاول بس طبعا دي لوحدها الفتره دي ساعدتني جامد جدا في المسار بقى اللي انا سلكته بعد كده مع الرواد. وعلى فكره البطوله الرواد الاولانيه دي اللي هي كانت 7 فرق بس وكانت لسه بدايه النوال دوري الرواد ده انا لعبت فيه كمان في اول واحده خالص. كنت مدير فني ولعبت معظم الماتشات. وبعد كده بقى ابتدينا تاني سنه البطوله بتاعت تاني سنه دي صراحه انا فاكر كان اول ماتش الجزيره تقريبا بتاع 3-2 صح كده 3-2 هناك. لعبت اول شوط وبعد كده اعتزلت الكوره. يعني ده كان مهرجان اعتزال بس مش معلن مهرجان اعتزال. انا فاكر لعبت اول شوط وبعديها اعتزلت خالص. قلت خلاص كده انا مش ايه السبب يا كابتن مهند بعد اذنك؟ يعني بدون ذكر اسباب بقى خلاص يعني. بعدين احنا لازم بص واحد منهم مع ان لا كان 2-1 اوريدي خلص وما تعادلوا معانا. لا احنا لازم نعرف فاكر النتيجه يعني هو جول نكون يعني بص هو بس يعني يا ريت بس الواحد يكون في ناس كتيره يكون عندها فرقه عندها نفس الاحساس. دوام الحلم المحال صح. انا ما بهزرش شويه لا صح طبعا بين الشوطين على طول. انا حسيت ان انا خلاص يعني خلاص الواحد مع السن بطل. ايوه صح. والمركز بتاعي ما ينفعش يكون فيه بطء. مكانك فين يا كابتن؟ انا بلعب مساك طول عمري مساك. ماشي. يعني من وانا صغير. ايوه صح. لا احنا عارفين. فالمكان ده ما ينفعش فيه البطء حتى لو انت رواد. ايوه في وقت يعني مع ان مثلا في لو فاكر انت بطوله الاهلي اللي احنا اخدناها كنت انا واحمد عبده ورانا سامح عملنا ماتش عالمي. لو فاكر الماتش ده اول سنه عملنا فيها كنت انا برضو لعبت فيها انا واحمد عبده لما لعبنا الماتش النهائي بس. ايوه وسامح عملنا ماتش يعني ده حق ربنا. وخسرنا كسبنا 1-0 بالجون بتاع توني فاول. الجون فطلعنا كلين شيت. وصراحه يومي انا واحمد عبده عملنا ماتش يعني ما اتعملش من سنين جبار. ايام انا كنت بلعب. فالواحد بقى اخد خلاص ان الدوري ده بقى خلاص تمام. رحت نازل بقى ماتش الجزيره. فاللي حصل الشوط الاولاني كان جنبي احمد عبده بالمناسبه. فاللي حصل لا فمن بعديها بقى صراحه فعلا من بعديها ده اخر ماتش لعبت فيه 11. ومن بعديها بقى الحمد لله يعني والحمد لله يعني الحمد لله. اخر النجاحات بقى دي اللي عايز اسالك فيها اللي هي بطوله كاس مصر يعني دي بقى الاخيره. انطباعك عنها ايه وشايفها ازاي مشيت ازاي؟ لا بص والله كانت بطوله بس من اصعب البطولات. البطوله دي كانت صعبه جدا 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 من البدايه. كان الماتشات ذهاب وعوده في البدايه. لعبنا في الاول فرقه بالنسبه لنا جديده ما لعبتش معانا في الدوري. فمش مجهوله المعالم فرقه مجهوله وملعب ال11 خلي بالك الملعب 11 خداع صح. لو بتلعب مع فرقه اول ما تلعب طبعا او عشوائيه او حاجه مش هتعرف انت. واكتشفنا من اول ماتش هم حتى الماتشين اتلعبوا عندنا عشان ما عندهمش ملعب. فاكتشفنا من اول ماتش كان ماتش صعب جدا 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 جدا. المصري السكندري لو فاكر صح كده. فماتش كان صعب جدا. خلاص 2-0 بالعافيه صح 2-0 بالعافيه. الماتش الثاني طبعا بس الماتش الثاني بقى عشان شفنا اللي عانيناه في الماتش الاولاني عشان 2-0 دي على فكره كانت في الشوط الثاني وماتش صعب جدا.
فلعناه في الماتش الاولاني، فاخدنا بالنا منه في الماتش الثاني الحمد لله، بس الماتش الثاني خلص 3 أو 4 تقريبا صح؟ 4-1 بس. وبعد كده جينا لعبنا مع تارجت برج العرب. ايوه برج العرب بالمناسبه اللي هنلعبه الماتش يوم الجمعه ان شاء الله في الدوري. فبرضه تارجت برج العرب فرقه هم انت الماتش ده ماتش فرقه كوره. فرقه كوره وقويه ولا ضرب على فكره. لا بس قويه على فكره هي فرقه قويه. وبعدين عايز افهمك حاجه، لو انت بتتفرج على الماتشات مستحيل تقول ان دول ناس ما عندها 40 سنه بالظبط، مستحيل. 11 يعني مستحيل. العرب برضو مختلفين. العرب ناس لعيبه كوره جدا، صراع ضرب بقى، ضرب اقوياء. هم اقوياء لا قويه جدا يعني لما تلتحم معاها هتتوجع. ولاعيبه كوره يعني كابتن بقى مهند وما بتحسش ان هم بيضربوا يعني، وانت هو الله ينور عليك. يعني انت حتى لما تيجي ده الكلمه اللي انا عايز اقولها فعلا، انت مجرد تلتحم التحام بسيط قوي تحس كانه قتل. الكوره ضرب يعني بيضرب في الكوره. بس بيلتحم جوه عشان ما تحسش انه ضرب، بيلتحم معاك مش فاولات. لا يعني ممكن حاجات منها ممكن ما تختلف. تخيل يعني عشان بقول لك انت حتى ما تتكلم مع الحكم هيقول لك ايه؟ يعني في احتكاكات في الكوره. زي مثلا اتفرج على الدوري الانجليزي. ما هو انت الدوري الانجليزي اللي ما بيتحسبش في انجلترا ممكن يتحسب ضربه جزاء في اي دوري، اي حته طبعا. فاهم قصدي؟ عندنا طبعا يعني المعيار مختلف. احنا بنقلب من هنا لهنا بنلاقي معايير مختلفه. موضوع العرب مختلفين، والفرقه دي صراحه 90% منهم لعيبه كوره. فاهم قصدي؟ ففرقه قويه. على فكره دي معلومه لانج بالنسبه لي. لا دي لانج فرقه قويه جدا. انا كنت بحسبهم على الله لا ولكن هم خلي بالك طول عمرهم ان هو بيضربوا بس. لا بتوع كوره برضه فيهم ان هم وعلى فكره كوره الفرقه دي الفرقه دي اول مره نلعبهم جديده قوي دي. على فكره في دوري التوليب السنه اللي فاتت في النهائي هم عملوا مفاجاه رهيبه وصعدوا النهائي معانا. الدوره دي كانت مجموعتين، كل مجموعه 6 فرق، كانت دوره قويه جدا على يوم واحد، يوم جمعه. ايوه على يوم واحد 6 ماتشات يعني في يوم واحد. وهذا الفرعي هتتلعب على يومين. السنه دي هتلعب على يومين. تخصص اليوم الواحد. فبرج العرب دي جربناها في البطوله دي. فوصلوا نهائي، كان ماتش صعب يعني، كسبناه 1-0. انتوا يعني لعبتوهم قبل كده الماتش ده بس الماتش ده خلي بالك ده نص ملعب توماني. ايوه ده فانت برضو التوماني غير 11 مختلف طبعا. بس احنا اكتشفنا من البطوله دي والماتش ان عندهم كوره. لا عندهم كوره تعرف. فماتش الكاس ده في دور الثمانيه خلص 2-1 برضه بصعوبه. فكان كاس صعب يعني، كان 1-0 لينا وبعد كده ما تعادلوا وبعد كده جبنا جون تاني. لا ماتش صعب جدا. يوم الجمعه الماتش ماتش يوم الجمعه العصر الساعه 4 العصر كمان. وجينا بقى بعد كده مع نيو جيزه في السيمي فاينال. فنيو جيزه برضو فرقه تقيله ولسه متكونه جديد. النيو جيزه بقى لها سنتين بقى لها سنتين، بس فرقه بيحسنوا من نفسهم جامد جدا على طول جدا. فبرضو كان ماتش صعب جدا، برضو خلص 2-1. كنا كاسبين 2-0 بس هم جابوا جون في الاخر. الماتش كان غلس. فبطوله صعبه يعني، بطوله صعبه جدا طبعا. واحنا كنا بنلعبها عشان كنا داخلينها بمبدا ان ما ينفعش اول بطوله كاس مصر رواد في تاريخ رواد، والفكره طالعه من عندنا، الفكره طالعه من سبورتنج وما ينفعش سبورتنج يلعب فيه. وطبعا الحافز الثاني بالنسبه لنا كان موضوع استاد اسكندريه. احنا حضرنا بس خلاص مننا طبعا. ده فيها حدوته بقى بتاعت استاد اسكندريه علشان احنا شفنا الكاتشانه من على الخط. ايوه طبعا دي المقصوره. فالموضوع ده كان حافز جدا، وده اللي كنت دايما بقوله للعيبه. بس خلي بالك اللعيبه في السن ده يعني انا ما ينفعش اتكلم مع لعيبه تلعب الدوري ممتاز معايا في فرقه، هتكلم معاه في الخطط اصل كمان في لعيبه معايا مدربين اوريدي. فانا كل الكلام دايما بيبقى الكلام وكابتن سباحه موجود ولعيب معايا في فرقه برضو. الكلام يكون كله حافز صح، نفسي كله فاهم قصدي. الكلام حافز والتشجيعي كله لازم حافز اكتر من توجيهات. طبعا بالظبط. يعني مش معقول انا هوجه لعيب بيلعب دوري ممتاز اصلا. احنا معانا في الفرقه يعني كابتن طارق سالم. ايوه يعني كان في الرجاء في اسكندريه وفي مصر يعني، كان بيلعب في الرجاء طبعا. وجاب جون في الزمالك وجاب جون في الاهلي، لعب في الرجاء السكندري طبعا. وكابتن اسلام جمارك وكابتن ريشه. لا ما ريشه تاريخ ده طبعا. لا طبعا تاريخ. ماشي هيعمل لايك بس اهم حاجه سبسكرايب. لايك وشير سبسكرايب. معانا طبعا ناس لا يعني ريشه جون يعني، كابتن ريشه ده الجون ده فوق ال50. ده فوق ال50 طبعا ما شاء الله طبعا. ايوه طبعا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله طبعا. ربنا يديله الصحه يعني، ربنا يديله الصحه طبعا.
ومن اجمد الجوان اللي في الدوري طبعا طبعا من ما شاء الله. الدوري ما كلش اجمدهم ربنا صراحة يعني. ما شاء الله والله. ماتش النهائي كان مع مين يا كابتن هوندا؟ ماتش النهائي احكي لنا تفاصيله بقى استاذ اسكندريه اللي احنا حضرناه ده، بس انت احكي لنا بقى برضه تفاصيله حلوه وكان اجواء شتويه مع ماتش النهائي أيوة. مع نجوم الحضر، وهي يعني هي الظروف الظروف خلت ان سبورتنج ونجوم الحضره هم اجمد فرقتين رواد موجودين في مصر بالظبط كده. يعني من اول سنه اللي هو الدوري التماني ده كنا احنا ونجوم الحضره الماتش النهائي وكنا لازم نكسب. ايوه انا عارف هم دايما بسمع ان هو التعادل كان تنافسيه عاليه وكان لازم نكسب، والحمد لله كسبنا 3-1 او 2-1. انا حضرت الماتش ده كان في النادي ده 3-1 صح كان في النادي ده حضرته وانا كنت فاكر ان البطوله خلصانه اصلا فكان في التوماني كده. وتاني سنه الدوري اللي اخدناه برضو كان برضو احنا ونجوم الحضره عندنا في النادي التعادل هم يكسبهم الدوري واحنا لازم نكسب، والحمد لله كسبنا 5-2. لا يبقى ده اللي انا اللي حضرته التاني ده اللي هو 5-2 ده اللي انا حضرته. فنجوم الحضره وسبورتنج اهلي وزمالك الرواد بالظبط كده. ايوه صراحه من اول سنه فعلا نقول كده يعني فرقه حلوه برضه. فطبعا الماتش كان ماتش صعب جدا. النجوم فرقه كويسه جدا جدا، والسنه دي عاملين فرقه كويسه جدا. كانوا عاملين سيمي فاينال كاسبين فرقه الكروم معموره من الفرق الجامده جدا في اسكندريه وكويسه جدا، كسبوهم 3-2. فكنا طبعا ماتش صعب وعارفين هو ماتش صعب، فاهم قصدي؟ بس زي ما قلت لك احنا كان الحافز عندنا قوي جدا. فهو ده اللي ساعدنا، والدليل ان الماتش خلص في اول ربع ساعه. صح حقيقي. اول جون عصام الصغير. فطبعا يعني عصام الصغير طبعا يعني عصام الصغير يعني يعتبر من نجم فرقه الرواد يعني عندنا طبعا، وفرق معانا ان شاء الله وفرق معانا جامد جدا اصابته السنه اللي فاتت، والدليل نتيجتنا السنه اللي فاتت فرقت جدا بغياب عصام فتح الله طبعا. بس زي ما قلت لك الماتشات اللي زي كده اما بتخلص بدري بتريح الدنيا طبعا وبتريح الفرقه خالص يعني. واجواء الاستاد ايه بقى طبعا مختلف تماما. اللعبه عندنا في الحته كانت جميله يعني في لعيبه طبعا معانا كلها لعبت استاد اكيد طبعا يعني والواحد دخل الاستاد كتير، بس طبعا في لعيبه طبعا كانت اول ما تخش في معانا ناس ما دخلتش استاد اسكندريه قبل كده حتى في الملعب ايوه يشجع او حاجه الملعب فاهم قصدي؟ فالموضوع مختلف، والحمد لله الموضوع زي ما قلت لك كعامل حافز ليهم طبعا، وعامل حافز ايجابي. الحمد لله ما كانش اداه ضغط عليهم عشان الموضوع ده خلي بالك ممكن اداه ضغط بس الحمد لله اللعيبه حتى اللي ابتدت الماتش الحمد لله ربنا كرمنا بالتشكيل بدايه الماتش يعني بالتوفيق من ربنا ان كلهم لعيبه كوره وكلهم لعبوا قبل كده تحت ضغوط. فالموضوع الحمد لله كان عدى، وفي اول ربع ساعه زي ما قلت لك الماتش خلصناه بدري فك على طول. فالحمد لله يعني الحمد لله احنا كنا حاضرين انا واسلام واستمتعنا الصراحه يعني الحمد لله استمتعنا واحنا احتفلنا معاكم كاننا كنا بنلعب والله بالظبط دي حقيقه يعني والله. لا انبسطنا والله بيها يعني كانت والحمد على فكره دي من احلى البطولات الواحد اخدها. أيوة. رغم ان الواحد اخد دوريين او يعني الدوري الاولاني برضه يعتبر دوري برضه الدوري الثاني، بس البطوله دي فعلا من احلى البطولات. كانت بطوله صعبه قوي اصلا من اول يوم. اجواء كانت حلوه، كنا في اخر رمضان طبعا. ايوه صح وكانت صعبه قوي والدنيا شتت بالليل في اخر الماتش خالص في اخر الماتش واحنا بندفع الكاس وبتاع والدنيا شتت الحمد لله يعني. مبروك يا كابتن. يعني الحمد لله. لا ده عقبال ان شاء الله كل حاجه مشرفه واللي جايه احسن كمان ان شاء الله باذن الله. حاجه بقى اخيره كده بقى سلالك كابتني، منتخب مصر اللي احنا لسه متكلمين عليه كده في اول الحلقه، يعني شايفه ممكن قدامه قد ايه ويتبني الفكره دي قريبه ولا بعيده ولا منتخب مصر الرواد؟ طبعا انا فاهم يعني. بص يعني احنا نامل طبعا بمساعدتهم بقى الكابتن طرابلسي طبعا بالجمعيه الرواد طبعا اكيد ان نامل يعني خلال انا شايف من سنتين لثلاثه يعني نامل لو من سنتين لثلاثه ناسس المنتخب ده هيفرق جامد جدا والله جدا. تخيل انت ايه وجهه نظرك يا كابتن مهند؟ الفرق بتلعب، تخيل انت الفرق بتلعب وعارفين ان ممكن اي حد يقول له تعالى يتاخد منتخب وبطوله افريقيا مثلا ويسافر سفريات طبعا رايح بطوله كاس عالم فاهم قصدي، ويسافر الكلام ده. اصل برضه خلي بالك السفريات اللي احنا بنسافرها دي برضه بيكون لها سبونسر وداعم وفي ناس بتطلع على حسابها برضه هقول لك. ايوه صح. فتخيل انت اما تكون حاجه تبع الدوله فدي يعني جميله انت مسافر تبع الدوله وتمثل مصر باسم بقى بالظبط والتريننج بتاعك بالاطقم زي المنتخب الكبير كانك المنتخب الاول باسم بلدك طبعا كانك المنتخب الاول احساسها حلو لوحده. فدي حافز غير عادي حافز يعني. صح بالظبط. يعني خلي بالك انا بتكلم في حافز احنا فيها او مش فيها
ده هو جميل جداً. انت تحبه وتحب تشوف حد مهم بيحققه، جداً دي حقيقه صح. سواء الفتره الجايه طبعا ده بقى برافو يعني عليك كابتن والله. دور الكابتن طرابلسي شد حيلك شويه ودور كابتن طرابلسي. انت عارف دلوقتي في ناس في الرواد معانا ياخد باله من اكله، يخش الجيم. طبعا دلوقتي عشان وأعرف شايف ان ناس الموضوع طبعا صغرت ونزل 15 كيلو طبعا والله وظبط جسمه وظبط حاله طبعا عشان يلعب. صح طبعا بقى من حبه في اللعب. الموضوع الشغف فيه بقى حلو دلوقتي غير أوي. الاول يعني لما نلاقي الافكار دي اكيد قدامنا والكلام غير ده لما كله تبقى اكيد انت يقعد تبقى على عايز الكافيه ولا يقعد لا على انا القهوة. اخش انا اجي صح ده اكيد يعني. استاذنك بس يا كابتن، وانا يعني اتفضل. اعمل عمليه الصليب والغضروف واستاذنك وتمضيه يا كابتن عشان اتكلم معايا قال انا ما اتضمنتش قبل كده ان شاء الله بعد العيد اعمل العمليه واكتشفني بعد اذنك. شرفنا باك ليفت مش قوي بس معلش يا كابتن خد لا، معاك معلش شرفنا. عشان خانقني الصراحه. لا لا ان شاء الله. ايه يا فاكهه؟ ايه يا فاكهه؟ احنا جينا فاكهة. خلاص سايبينه ده اللي هنحل بيه بقى. بننهي بيه بص انسى. كابتن سباحه، فكره الرواد بالنسبه لك كانت بتمثل لك ايه؟ وهل انت كان ليك باع في الكوره؟ يعني كان نفسك توصل لحاجه او تحقق منها حاجه وانجازاتك فيها ايه دلوقتي؟ واصل لحد فين؟ بص هقول لك على حاجه، يعني عارف لما الانسان بتلاقي حاجه بتاخد كل وقتك. احنا الكوره يعني مثلا طول عمرنا بنلعب كوره واحنا صغيرين، ولعبنا انديه معظمها انديه في اسكندريه. بدانا الجياد، الاتحاد، اولمبي، حرس، مجموعه كلنا معظمنا كده في 7-8 دخلوا الرواد. دول معظمهم لعبوا في اسكندريه، في منهم كان بيلعب طول حياته في نادي سبورتنج. انا لعبت في نادي سبورتنج بس في الاواخر خالص. فكلنا كوره حياتنا يعني، نتنفس كوره مش بنتفرج بس، بنلعب كوره من زمان. واعتقد يعني في اسكندريه انا مثلا لما جيت كنت بلعب خماسي اكتر، وحتى كابتن هوندا عارف ان انا بلعب خماسي من زمان من وانا صغير. خماسي جميل اصله كمان. لا بلعب بقى وبنلعب وفي ناس انا وعصام وتامر حياتي كريم فتحي، مش عايز انسى حد يعني بس مصطفى ايهاب وحاتم يعني كل الناس دي لعبت، وناس كتير جدا، وزياد السويسي وكلنا. فبتيجي فتره من الفترات بعدنا شويه عن فكره او انا بتكلم عن نفسي يعني، بعدت والشغل خدني وبطلت كوره وبتاع والسن كبر. فمره انا فاكر عديت ورا الجول الشبكه. طب انا اللي كلمتك. ايوه بعدي 3 سنين. المواقف دي ما بتتنساش والله العظيم. ما تتنساش. انا فاكر الموقف عمري ما هنساه. وانا معدي بقى خلاص بقى الحياه اخداني والدنيا وبتاع، وكنت اتخنت شويه ومش عارف ايه، ومعدي من ورا الشبكه وانا ومهند بنلعب من واحنا صغيرين. والحاج عامر بقى مش عايز اقول لك كان عندنا بنروح الكينج نلعب. طبعا لا دي مشهوره دي انا عارفها في الملعب. انا عارفها الطلعات دي هرمز في الملعب. عارفها لا عارفها بعد الماتش خلاص. ايوه صح. فمعدي بالصدفه من ورا الشبكه كده، مهند قام مناديني قال لي يا سبيحه مش عايز تيجي تلعب؟ قلت له والله يا حاجه العب. وكان عشان بس ما يبهدلناش اسلام عمرو بقى. ايوه طبعا صح. ايوه ما ينفعش تنساه. ايوه ده حاجه هيبهدلني. فعديت كوره، بلعب كوره ماشي. طب تعالى العب، خش معانا. دخلت مش عارف ايه، عصام قام اخدني عرفك على طرابلسي. رحت لطرابلسي. كان يوم هقول لك على حاجه، اللعب ده كان يوم خميس. حلو. اول لعب سلم عليه طرابلسي مش عارف ايه، شافني طبعا. هو حبايب قوي جدا. على يدي. انت لعيب مش عارف ايه. طيب تسافر ارمينيا. كان السفر على طول. انا لعبت الخميس. السفر بتاع المانيا الاربع. لا في على طول. ايوه انت وقتي وانت لسه جاي بتقول يا هادي حاجه. قال لي تسافر ارمينيا؟ قلت له ممكن اسافر. فقال لي طب ابعت لي باسبور. بعت له باسبوري. هو سافر الثلاث، انا الفيزا جت الثلاث. فما طبعا ما طلعتش معاهم. ما لحقناش. فما كنتش حد يعني ما فيش حد طبيعي عاقل ايوه خلاص بقى يسافر لوحده 21 ساعه في طياره. ده حقيقي. تكلم نفسك. بالظبط. فسافرت معاه ورحت لهم. طبعا اشتغلني كالعاده. قال لي ان هي ساعه مش هتجيب رجله ازاي؟ ما لازم تجيب رجله كده. العاصمه اسمها بريفان والبلد اسمها كابان. فقال لي ساعه ساعتين بالكتير، والراجل بص مستنيك في المطار. عنده جمله مستنيك. ايوه ليموزينك. ليموزينك واي حاجه ضن وخلاص. رحت
والله يا شيحه زي ما قلت لك، نزلت من المطار طبعا. انا عايز اقول لك 11 ساعه في مطار دبي خلاص رايح خلصان، ما انا فاهم انت مش موجود مخلص فاهم. ونزلت للراجل ما بيتكلمش اي حاجه، لا روسي ولا انجلش ولا اي حاجه ولا ميكس حتى ولا حاجه، ومشاوره. وقال لي فانا بقى خلاص قلت له طيب ماشي يعني على يلا اي حاجه اعمل له كده سيد بكلمه بالفهم. فمشينا الساعة تعدي مفيش ساعة 2 3 لا والطريق قول له الطريق طريق بقول لك اكنك في فيلم مصاص الدماء. طريق لا كانك اتخطفت هينزل واحد هينط على العربية دب انا خلصت. بص احنا بالظبط الطريق هو بياخد عربية واحدة في اتجاه واحد، ولو عربية جاية في المقابل مفيش هي لازم واحد فيهم يقف للتاني، لازم واحد يقف للتاني. ليه بقى؟ لان انت ماشي في مدقات جبل طالع في المدقات دي طبعا. ايوه بتبقى هي لو جالي رايح جاي وهي كان ناس كل سنه طيب. طبعا بس سافرت ولعبنا البطوله ووصلت الحمد لله بالسلامه. بس انت كده كابتن، افهم بدون قطع كلامك يعني ان كابتن بولي تقمص شخصيه عادل القيعي قوي في الطلعه دي. اكيد صح انك تروح طرق كده. خلي بالك الكلام اللي البولي بيقوله من شويه ان في ناس فرقت وجسمها فرق. سبيحة عمل كده، ما هو كان بيقولوا سبيحة يعني بعد ما انضم للمجموعة افتكر الموضوع اختلف تماما. لا ما شاء الله عليه. انا يعني كنت يعني عارف خلاص يعني بعدت تماما. ربنا سبحانه وتعالى لان انا كمان بحب الكوره وجاب لي الكوره. انا خلاص بقت حياتي كلها ما بين شغلك الدنيا رجعت تاني كده وما بين الكوره بقى عايش في كل حاجه. يعني انت عايش والمجموعه خلي بالك يعني احترامي لكل رواد مصر كلهم ناس محترمه اكيد طبعا اكيد. بس عندنا المجموعه رواد سبورتنج غير عيله جدا ما شاء الله. يعني احنا معاك وانا واسلام معاكوا فاحنا يعني فاهمين. انت طبعا بنعرف الناس انا اكيد والله يعني طبعا. احنا عندنا عيله ما بين الحاج عامر والحاج عصام والناس الكبيره والحاج كابتن شامل مختلف الاعمار الموجوده يعني طبعا. شامل الناس اساطير طبعا اساطير الرواد والصخره وكل الناس كل الناس يا جماعه مش عايزين ننسى حد يعني الناس كلها. والحقيقه يعني وجرجس ربنا يمسيه. احنا قلنا الاسم الحركي ما حدش هيفهمها دي بس مش هنتكلم اكتر من كده. لا والله احنا بقى مين دخلت لقيت الكوره موضوع مختلف. صح. مهند بره الكوره. مهند عشره عمر معايا واخويا من الشخصيات الجميله سنين كبيره يعني. فبره الكوره عارف بقى انت رجعني والله العظيم لسه روحك ردت كده. رجعني لا ازيك من روحي رجعني. انا لسه هو بيحكي لك بيقول لك من الناس اللي بقت حياتها كوره وبتخاف على اكلي واخس وبتاع. رجعني الايام ان انا الناشئين وانا بلعب زمان وعندي ماتشات عايشك الجو ده ازاي مركز وازاي لا احافظ على اكلي. انا كنت تخين واخس ولا اركز في الماتش لان انا لو انت بقيت وحش فهتقع هتريح. طبعا لكن في ناس في ناس موضوع فاهم. بقى الموضوع ماشي دوري. بقينا الحمد لله ربنا كرمنا من اللعيبه. خلي بالك احنا والله العظيم 3 من فرقتنا يعني. سيبك من الالتزام الروح ذات ممكن يبقى فيه في الدوري فرق ككوره الاسامي ناس لعبت اجمل مننا بكتير مثلا. بس احنا اللي بيميزنا عن اي حد الروح. في رغبه عايزين عايزين يعني عارف طبعا. انا عارف لو اسلام عدى من شيحه اسلام مش هيعدي مني. ولو عدى مني مش هيعدي من مهند. في مع بعض احنا في ظهر بعض. في روح كده كل واحد. وحتى مثلا غير جروب بتاعنا الصفوه احنا في حوالي 20 واحد عاملين جروبات تانية. واحنا مش عارف ايه عاملين جروبات تالتة. فالواتساب اصلا عندك فيها حوالي 20 جروب كوره. هو الكوره بس. وهتلاقي الكومنت كابتن طرابلس فهو في كل الجروبات. الموضوع تطور بقينا الدوري ربنا كرمنا سافر. وفي ناس معانا مثلا هقول لك على حاجه. انت بتروح تلعب زي ما مهند قال لك بطوله الاهلي في الاهلي. جميله لما شفتها على الصفحه. حلم ناس ان هي تتصور تخش النادي الاهلي. ايوه او تخش حتى يوم بتخش النادي الاهلي او بتخش نادي الزمالك عشان ما حد يزعل. بس بتخش نادي الجزيره بتخش نادي نيو جيزه بتخش الانديه دي. بتخش استاد اسكندريه تتفرج بس. لكن تنزل اوضه اللبس
وتقعد تاخد وتغير الاحساس وتاخد طبعا. احساسك طبعا كلها جو بالنسبه جميل. دوله الاهلي دي قويه جدا طبعا اكيد. يوم انا واحد شفتها نازله على الصفحه حاجه يوم واحد كانت نازله على الصفحه الرسميه 4 ماتشات ساعه ونص 11 ها 11 بتلعب خماسي والحمد لله في 3 دورات احنا قاعدين 2 تقريبا اللي بترجعوا فيها الفجر دي والثالثه خسرناها بسبب طالعين بتبقوا ميتين. تخيل بقى انت معاك دكاتره ومستشارين ومش عارف ايه وناس عندها شغل وناس شغاله وكل ده مكرس حياته وسايب بيته وسايب اهله وسايب كل حاجه وسايب عياله ورايح الصبح قبل صلاه الجمعه حاطط لبسه وشنطته وعنده اللي عنده 30 35 زي اللي عنده 60 مستني يطلع يروح بطوله الاهلي عشان يقوم الطريق كله كل القصص بقى اللي بتحصل في الطريق. لازم فطير في السكه لازم فطير من مزارع دينا. ده في بروجرام بقى التسخين ده التسخين بتاع قبل الماتش. لا يعني في ماتشات فعلا كنا في اخر ماتش دايما بتاع الاهلي ده ممكن بنزل لعيبه مصابه والله مضطر اعمل ايه طيب ما هو يعني خلاص يوم صعب تلعب وتهدى مش قادر اشيل رجلي صعب رجلك تقيله. الفكره ان هو والله العظيم الناس دي رجعت الواحد من حته اللي عارفني يعني من حته لحته تانية خالص. عارف انت بتعمل بقى كل حاجه بقلبك حلمك بقى كنت تطلع مش عارف تسافر باسم منتخب مصر. لقينا واحد جاي بيقول لنا انتوا هتلعبوا باسم مصر في ليتوانيا. يعني اول واحده ارمينيا ما كنتش فاهم لا ليتوانيا قلت الله لا ده انا معايا نعناعي ومعايا كابتن محمد مصطفى ومعايا مش عارف حماده ومعايا كابتن طرابلسي ومعايا طارق ومعانا ناس وميكس وناس من هنا وناس من هنا ونطلع واسم مصر وهناك الاجواء اصلا وانت بتلعب مختلفه خالص اكيد جو كجو مش بكلمك في جو انت احساسك وانت صاحي الصبح ومعاك علم ايه يا جماعه الهبل ده. ايوه فاهم انا فاهم قصدك. وترجع تاخد المركز الثاني اللي هو بيقول لك بالتحكيم او من غير التحكيم واتيفر بتاخد المركز الثاني والجرايد تكتب واليوم السابع الله حلو. ايه الموضوع؟ سؤال بس يا كابتن سبيحه هو كان بالتحكيم بجد؟ والله بص مش مساله كده بس هي احنا تساوينا في النقط مع الفرق. يعني انت هي كوره كده كانت اوت هم لعبوها برجلهم دخلت جون ما لمستش حد فما لمستش حد ففي القانون ان هي بس البلد المنظمه يعني فاهم. فهي اللي اخذت اول وانت تاني وهم عملوك بصراحه وهم حتى بيسلموك الجوائز هناك ده في ليتوانيا. ايوه تاني بطوله دي تاني بطوله كانك انت الاول بقى ان هم انت مركز اول بترجع تلاقي نفسك تلعب في دوري رواد شكل جميل وحياه عيشك حياه كانك صغير زي ما انت قلت كده. وبتشوف واحد كنت بتلعب معاه في الاتحاد من 20 سنه بيلعب قصادك زي زمان وبتشوف مدربين وبتشوف الناس تشوف الحياه اللي هي الحياه بتاعتك يعني. فموضوع تاني بعد كده تطورت بقى جت تاني سنه رواد ثالث سنه رواد رحنا بقى المغرب. ايوه بقى بطوله طنجه بقى بس ايه بقى معلم احنا كانت بطوله حلوه قوي. الراجل المنظم يعني الدوله المنظمه المغرب عملتها على هامش بطوله الامم الافريقيه. فاحنا برضو نفس الفكره بس كنا عدد اكبر شويه وطلعنا وبصدوا باسم مصر. ايوه فاستضافونا في القصر الملكي بيت الرعب برسولي او حاجه كده فعلا. واحكي لنا على السويت اللي كنت قاعد فيها كان دور كامل ولا كان هي الفكره هقول لك انا الفكره ان المنظمين كانوا موجودين في مصر قبليها باسبوع. حلو. فالراجل انا اتعجلنا واتعرف علينا وبتاع تمام. فما شافش حد على طول يطلع لي كده ترند وخلاص. فالراجل يعني عرفته فقال في 9 اوض للناس الكبيره سويتات مش اوض. فجاء حظي انت عمال تتكى كابتن طرابلسي على الموضوع سويتات اشمعنى؟ اصل بيقول لك اوض انت شايف بيعمل ايه؟ ما الباقي قعدوا في اوض سنجل برضه بس اشمعنى كابتن سباحه يقعد في سويت؟ جه حظي الراجل يا باشا بتاعتنا اسمع بقى اسلم. الراجل جه حظي اختار الاوضه انا ومصطفى عافيه تمام. فقال لك اختار ايه كابتن سبيحه وكابتن مصطفى في الاوضه رقم كذا. هم سويتين قصاد بعض. سويتين قصاد بعض بس بتاعنا كبير. ايوه كبير قوي يعني اكتر كمان يا باشا يعني فاهم. كابتن طرابلسي بعد اذنك ده رزقه
ورزقي. ما اختارش حاجه معلش يعني. هو ما سابكش بقى من اللحظه دي ولا يعني؟ ما سابنيش بقى قاعد عندي في الاوضه. احنا على طول مع بعض، بيصحى الصبح يجي لي، فاهم؟ بس لعبنا البطوله، ربنا كرمنا وخدنا خدت نزلنا في فرقتين الميداليات بقى اللي ورا فرقتين دي. ايوه خدنا الفريق الاول، احنا خدنا البطوله ومركز اول يعني، واحسن لاعب وكده. انت الحمد لله يعني. وليتوانيا كان نعناعي برضو خدها من عندنا. ايوه عارف نعناعي؟ طبعا عارفين طبعا. طبعا ده غنى جميل ما شاء الله. فخدها. والسنه دي برضو في المغرب انا خدتها. وفي الفرقه اللي هي المركز، كان احنا نزلنا في فرقتين. ايوه. الفرقه بقى بتاعت منتخب اسكندريه كان خدها عبد الرحمن فيروس بتاع سموحه. لعيب برضو ما شاء الله، اخلاق. بص بصراحه هقول لك على حاجه، الواحد اتعرف على ناس في كل حته في الرواد وبتاع. دي مهمه. يعني مثلا ودي من الحاجات المهمه من المكاسب. هوندا مثلا انا اعرفه من 30 سنه بس قربنا وقرب اكتر، فاهم؟ بتعرف على طارق سالم ده مثلا، كان لعيب بيلعب في منتخب مصر ولعب منتخب اسكندريه. لعب في منتخبات واسلام جمارك وريشه، وبتلعب مع ناس انت لعبت بقى يعني، بتلعب كوره بجد. فانا ليه ما لسه زي ما مهند بيقول لك، انا ليه ما اكونش مثلا اخدها على نفسي بقى؟ انا لو كنت بطخن ولا بعمل، لا انا حياتي الكوره واخس عشان عايز العب. لو هلعب بقى فاهم 5 دقايق دقيقه بس اتواجد والاحساس، اخد الاحساس ونايم بدري. ايوه عشان تاني يوم عندك ماتش ومركز وتسافر. فالموضوع درويش فعلا. دخلنا انا هقول لك على حاجه بتكمله الكلام مهند. موضوع كاس مصر ده اللي هوندا قالها لك حته مهمه جدا. يعني ايه اتحاد الكوره المصري يعمل اول بطوله للرواد ومش نادي سبورتنج يكون هو اللي باخدها؟ صح. ده احساس عندنا من جوانا كل اللعيبه. أيوة. يعني والله العظيم 3 هقول لك، وهوندا هيقول لك الكلام ده، احنا قاعدين بره، اللي بره زي اللي جوه، واللي بره دول ياخدوا بطوله. ايوه اللي بره ياخدوا بطوله فرقه كامله والله. اللي بره ياخدوا بطوله تانية واللي جوه ياخدوا. يعني كان موضوع صعب. هو حكى مشوار بطوله طبعا كابتن مهند. لا كان مشوار صعب جدا. والماتشات كلها طف وقريبه. المجموعه الحمد لله من قريب. فبقول لك يعني الموضوع من اصغر واحد لاكبر واحد، بالناس اللي بتبقى معانا، بالناس اللي بتيجي تتفرج. يعني انتوا جيتوا اتفرجتوا على طبعا لازم نبقى متواجدين اكيد. انت مش متخيل يعني. نزلنا احتفلنا معاك. ايوه لسه كنت بقول لكابتن مهند احنا فرحنا زيكم بالظبط واحنا قاعدين بنتفرج يعني. طبعا. لا هي بص هقول لك على حاجه يعني، انا حقيقي والله العظيم عندي ناس بدون مبالغه هي عملت حياتك كده. ايوه. يعني انت مثلا عارف لما يجي حد يعدلك فاهم يعني تعدل حاجه اثرت. وكمان حاجه انت بتحبها طبعا جدا. فالموضوع كله كاوفرول بصراحه انت حياتك كلها بقت في الرياضه والكوره وما بين شغلك والكوره والحياه والجروب بقى. انت بتبقى على جروب الواتساب ده لازم ما بيسكتش بقى وواخد تحليل بقى ماتشات بره وجوه وتقطيع وكل حاجه طبعا. لا ناس طيبه. هو بسبب اللي بيعمله الصفقات اللي بتطلع دي يتقال له 7 ساعات. ازاي؟ لا ما العادي دي اللي هتجنني. لا عادي والله يا كابتن. كل واحد ليه كده. بعدين كابتن محمد عطيفه يبقى موجود معانا عشان كابتن محمد عطيفه من مقربين اليك قوي. انا مش بني ادم. ويعني خلي بالك حياه تانية خالص طبعا. الرواد دول والماتش يا جماعه. انتوا مش متخيل بقى كوشي الحد 3 خميس ناس دي في حد ذاتها. دي في حد ذاتها مواظبه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله علينا كلنا. في الدوري الانجليزي مش هتلعب كل ماتش. صح. الناس دي هم نفسهم وسايبه شغلها وسايبه بيتها هينزلوا تدريبات 3 ايام وسايبه حياتها وبتيجي حد وثلاث وخميس طبعا وخميس وبتلعب بتلاقي ناس ربنا يديهم الصحه. طبعا مش عارف كام سنه واقف جون، مش عارف كام سنه بيلعب فيرود،
مش عارف كام سنه برضه قاعد في بودكاست قطعهم. ايوه وجوان ولبات دي هتتاخد الحته دي يا كابتن طيبات، اول حته هتقطع من الحلقه دي اللي قلناها. يعني قصه. هوندا عايش في القاهره. ايوه صح، وبيجي وينزل لنا كل خميس كتر وجمعه خيره. يجي يلعب لا، معانا. كابتن هقول لك هوندا. على حاجه، كنا عندنا ماتش ودي يوم السبت، صوته ما مش طالع. لا والله بيشتغل بردان. بقلبه، والله لا. بقولها له مش عشان هو يعني بردان صوته مش طالع. لا، انا عارف، افتكرته فاهم. بيهزر وهو بيحط التشكيل، افتكرته بيهزر. عامل صوته مش طالع وعيان يعني، عيان. وجاي عربيه وجاي صد رد. يعني انا عايز اقول لك، وجاي صد رد بالعربيه. طبعا. كان عندنا بطوله في جامعه سنجور، حبايب كابتن بولي قوي. دي جميله، دي طبعاً. فيديوهات دي ممكن نعرضها الافارقه دول، هم دول اللي هنحرموا الكونغو ان شاء الله. الافارقه دول فاهم. بقول لك ايه بقى، من ناس من نيجيريا وناس من الله 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 في ايه، احنا افريقيا في مصر، وناس من غانا. والله العظيم كان بيجي لنا كل يوم، كل يوم ما بيباتش معانا. مهند كان بيجي لنا، كان عندنا ماتشات كل يوم يجي لنا احنا 5 أو 7، هو دايما ياخد ال5 أو 7 دول يرميهم في اي حته ويكمل عليهم. ويكمل عليهم. بس دول بيرميهم، بيبدا بيهم احنا يعني انا وعصام أيوة. ومصطفى وحماده والشله دي وتامر. مهند بيجي لنا كل يوم يا جماعه من القاهره او من اسكندريه ويطلع، وناس تانية تيجي تتفرج بس انت جاي في البرج. فالفكر ده ايه المنتاليتي بتاعت العقليه دي اللي هي تفكر في الكوره كده. يعني خلاص ده انا عندي 40 سنه ولا داخل على ان شاء الله 40. فاهم قصدي يا شيخ؟ ايوه طبعا اكيد ان شاء الله يعني الفكره باذن الله. ده رقم، اصل موضوع 40 و5. ايوه ده ايوه مجرد رقم. يا كابتن بقى، اتكلم يا كابتن طرابلسي. شويه. كابتن طرابلسي كام سنه؟ لا ما تتحركش الناس طبعا. لا انت خايف تتحسد. لا انا بحسب لك والله خلي بالك، مواليد 69 يعني 57 دلوقتي ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. طرابلسي الخشب اللي قاعد عليه كابتن مهند تقدر تمسكه عادي. لا في نقطه شيحه بدون كلام يعني كتير فيها. لا انت حته السن ده اتلغى لما دخلت ركزت مع نفسي. صح، معلش انا بلعب او اي حد بيلعب غيره، صح. فاحنا بس السن ممكن شويه شعر بيضه او شكلك، بس هو السن اللي اتلغى. الفكره ان انت بنلعب والله العظيم بتيجي تتفرج على ماتشات الدوري. ايوه طبعا بكون متواجد على طول. يقول لك ده مستحيل يبقى رواد. ايوه قالها مرتين في ماتشين، انا حضرتها في ماتشين قدامي، انا سمعتهم. دي حقيقه. الحضره دي فرقه كوره بتاع كوره ووقفتهم في الملعب الصراحه، دي حقيقه والله. ايوه الحكم اللي بيجي يحكم لنا بيبقى الحكم بيحكم في الدوري الممتاز. ايوه دي حقيقه، ما بنشوفها. الحكم بيقول لك مستحيل الناس ده لعب رواد والطريقه والوقفه. ايوه بالظبط، ووقفتنا وبتاع. ايوه صح. الحمد لله فرقتنا برضو بدنيا كويسه قوي عندنا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. احنا بدنيا فارقين. لا واحنا والله العظيم اقول لك على حاجه قلتها لك في الاول. الروح والحب اللي انت هو بيطلع لك كل اللي انت بتشوفه. انا فاهم والله. صح صح. فروقات بقى بسيطه ما بين كل واحد وواحد، عادي. الحاجات الطبيعيه. طبيعي، طبيعه الكوره يعني. يعني انا عن نفسي يعني النقله فاهم في الفكره كانت الاستاذ لما ناداني من ورا الشبكه كابتن مهند بصراحه واسلام. طب حلو والله الحمد لله. لا حاجه جميله اكيد طبعا. 3-4 سنين كده بدأنا بقى. خلي بالك الفكرة مش في السفر ولا في احسن لاعب. ايوه لا ولا طبعا. انا ولا خدت جايزة ولا خدت بطولة ولا الممارسة نفسها. ايوه الممارسة وانك تفضل بتمارس، دي حقيقة. والتجميع واللمة هي الروح والاتموسفير، الاجواء بتاعت الكورة اللي كلنا بنحبها. على فكرة احنا بنيجي ما بنلعبش، بنقعد بره، بس احنا عايشين في الاجواء. والتجميع يعني انت فاهم قصدي؟ الساعة اللي قبل اللعب، ما هي كده. والساعة اللي بعد اللي في اللعب والنكش اللي بعد اللعب، وكلنا دخلنا بيوت بعض. الفكرة بقول لك كمان ان انت بتشوف الناس دي بتقف جنبك ازاي او بتعمل. يعني انا شفتها زي ما بقول لك في محمد الله يرحمه، الله يرحمه، وفي ابويا الله يرحمه، الله يرحمه. الناس انا ما اعرفهاش يعني. احنا الجروب عندنا 120 واحد. صح. في ناس ما اعرفهاش كويس. انا اعرف منهم مثلا 3 اعرفهم كلهم طبعا. ايوه اكيد، بس اللي قريبين او اللي كنت عارفهم بالظبط، واللي سافر واللي جا واللي جا من هنا واللي جا من هنا. فالناس بتعمل حاجات بقلب معاك طبعا يعني.
يعني من جوه. فموضوع مش ككوره بس، مش ككوره بس، اكيد ده لازم بنوصله للناس. ده لازم يعني برافو عليك الفكره والله. هي اساسها طبعا الكوره، طبعا اكيد، وحبك للكوره، وفي نفس الوقت وبتطلع الاجتماعيات دي لازم طبعا. طبعا بتشوفها ده اكيد مفيده جدا طبعا. نخلص الماتش تقعد نقطع في بعض، ده احلى حاجه، تقطيع الكوره ده احلى حاجه بالنسبه إيه؟ لاي حد يحب الكوره، يموت في تقطيع الكوره ده لازم. طبعا. كمان الحته لسه برضو كنت بقول عليها بتاعت منتخب مصر، دي بقى مهمه جدا. يعني انا بقول لك مثلا طلعت 3 بطولات، حسيت يعني لما بتنزل مثلا الصوره ليك ومعاك على يعني ايوه انت ايه ده لو بقى تبع الاتحاد فاكر التيشيرت. ايوه لا كمان يا كوشي لما بتاخد بطوله او بتاخد جايزه، احنا بقول لك نزلنا في اليوم السابع ايوه طبعا خدنا بطوله وجايزه ومش عارف ايه، مره ده خد جايزه وتكريم اكيد وتكريمات ولابس تيشيرت مصر او لابس تيشيرت مصر من ورا، فانت في المنتخب. لو اتحاد الكوره بقى ده رسمي ومعسكر ومسافر ورايح طبعا وجاي، هيبقى في حته ثانيه، موضوع ثاني خالص. حلو جميل. على حاجه احنا الكلام ده كله فيه سبونسر، وفي ناس بتطلع على حسابها، في حاجات كتير على حسابنا، وفي سبونسر بيدفع طبعا. الفكره ان انت تبقى لابس التريننج وعليه علم مصر طبعا وطالعين اللوجو بتاع اتحاد الكوره، الناس طبعا. اللي في المطار والناس اللي في البلد، انت واخد الناس اللي في البلد اللي انت رايح لها، فين صلاح، ايوه واخد الانطباع. ايوه يا جماعه مش احنا فين مرموش، فين مرموش، ده حقيقه اساله دي لوحدها كفايه. خلي بالك فين مرموش، فين شوبير، فين مروان، تحس ان انت صح، مش احنا. ايوه مش احنا بندور على منتخب مصر بجد والله. لا احنا طب فين مين مش عارف، فين كابتن حسام، فين مش عارفه مين، فان شاء الله بقى هيبقى كابتن حسام. ايوه كابتن هو كابتن مهند. هنتويست بقى، يلا تمام. بما انك سلمتني كابتن حسام، هسلمكم انا بقى التوستايه دي. اتفضل. الكرة في مصر، شايفين منتخبنا ممكن ان شاء الله الفتره الجايه يعمل ايه؟ هاخد اجابه كده سريعه من كل واحد فيكم. نبتدي بالمدير الفني. خش يا كابتن مهند. منتخب مصر وبمنتهى الصراحه والاريحيه، شايف الفتره الجايه في كاس العالم وضعنا ايه؟ يعني انا شايف ان حسام حسن مع المنتخب مصر بيلعب على قد الامكانيات اللي معاه. تمام حلو. وهو حسام حسن بيمتاز بالروح والحماس، حتى لو هو الفنيات بتاعته مش احسن حاجه، بس الراجل بيأدي مع المنتخب. ده رد دبلوماسي، مش مستني كده انا. والله لا، والله بالعكس، والله لا انا يعني ده مش دبلوماسي خالص. لا بالعكس، اصل انا فعلا انا شايف ان حسام حسن بيلعب على قد بيلعب بطريقه واقعيه جدا مع المنتخب. طب هنعمل حاجه دي، يعني افتكر ان اخرنا هيبقى دور ال 16 لو وصلنا دور 16. ده عشان في احسن توالد برضه. ما هي ما انا عشان بقول لك دور 32 ده ممكن يوقعنا مع فرقه مش وقت ممكن نعمل معاها حاجه، ممكن نوصل 16 بس بعد كده بقى الدنيا هتضرب. انت بقى يعني الكوره فيها كل حاجه، فيها كل حاجه طبعا. لا طبعا، بس يعني في الاخر طريقه اللعب بتاعت حسام حسن مش هتنفع مع كل منتخبات العالم طبعا للاسف. طبعا انت مش هتنفع مع كل منتخبات وانت العالم. مش المنتخب اللي هو تقدر تشكل وتغير الانماط اللعب. والدليل افتكر ماتش السنغال، انت قعدت تدافع 82 دقيقه وفي الاخر شوطه عبيطه من على 18 خبطت خرم مش عارف منين دخلت. هو الماتش بيخلص كده، الماتش كله بيخلص كده حتى لو دفعت 90 دقيقه. انت تركيزك سرحان في واحده بتخلص ماتشات. اتمنى ان هو يحقق طبعا في الاخر كلنا بس في مصر طبعا، يعني قصدي مش حسام حسن وحد تاني بس يعني. طب شايف بقى الكره المصريه عموما، احنا كاس العالم ماشي ردود فيه لازم هتبقى على قد كده، الكره المصريه عموما حالتها ايه بالنسبه لك؟ عجباك مش عجباك؟ ممكن هنتطور ولا يعني الكره المصريه دي يعني من اكتر الرياضات اللي ممكن يكون فيها فساد، ده رايي. لا ما لازم يقول والله فعلا. بس انا وعرفني انا بقى الحته دي اكتر حاجه وجعاني موضوع تطور والله فعلا باللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي ده، وان كل تفكيرنا في اهلي وزمالك بس صح، عمره ما يكون في تطور في الكوره صح خالص يعني. صح. المشكله فينا كابتن مهند؟ تسويق ولا اداره ولا اعلام رياضي؟ ولا اعلام رياضي بياخدنا بسكه الترند؟ انا شايف انا بشوف كده اداره واعلام رياضي، انا بشوف اهم حاجه. طبعا الكلام بتاع الناشئين والتسويق طبعا ده انا شايف ان حل الكره المصريه معانا ان انت تبتدي تدور على لا مش من تحت في مصر، من تحت بره مصر. انت تبتدي تدور على اللعيبه
المجنسه المزدوجة اللعيبه دي- اللي سافرت بره مصر فكرتك دي ومن هم صغيرين، ما انا عارف انا دي. فاهم قصدي، تدور. وافتكر ان في ناس كتير جدا هو على كتير فكره طبعاً. وسيم احمد ما شاء الله. ما انا عايز اقول لك ماشي. كابتن هوندا بدون قطع كلامك، انا كان طول عمري في سايت كده اسمه اي بي ارينا زمان، آه. عارف ولا لا؟ هو كان بيجيب المحترفين المصريين مش حتى مزدوجي اللي بيروحوا مثلا ايه زي زيدان. ما زيدان كده، زيدان سافر مع ابوه من بورسعيد راح الدنمارك يعني بدا هناك. عمر مرموش ده شوقي غريب رفض يستدعيه في الاولمبياد عشان ايوه قال لك انا بيلعب فين ولا بيلعب. ايوه فهو ده الحل منتخب مصر. صح، هي دي احسن حاجه انت اتحاد الكوره عملها. الاجيال ما شاء الله دلوقتي جيل اتولد 2010 اللي هو منتخب 2010 يعني بتاع حسين عبد اللطيف او 2009 ما تتفرج عليه ما فيهوش لعيب. صح، مفيش لعيبة. فين اللعيبه؟ مفيش لعيبه طالعه من تحت للاسف في الكره المصريه، مفيش لعيبه طالعه من بس تحت. كابتن مهند احنا عندنا مواهب. ايوه يعني احنا أنا بس قماشة عشان اللعيبه اللي أقول. عندنا، ودي انت عارف انا ده رايي ورايك. ما احنا هنقوله بقى عندنا كمان. مواهب، عندنا كل سنه تقريبا عيال مستقبلها بيروح واحلامها بتضيع وطموحاتها بتتدمر بسبب ان مفيش فرص. بس احنا عندنا مواهب. هو ده احنا اكتر الفساد دولة المحسوبيه. اكتر دوله فيها لعيبه عندها مواهب ما عندكش من إدارة. هم صغيرين. ما عندكش اداره اي حاجه في الدنيا. بس اللعيبه اللي في بيتك ايوه لو ما بتعرفش تدير بيتك كويس مم. هتفشل. اه الكيان نفسه هيقع. مم. طبعا. شركتك اي حاجه في الدنيا طبعا. لو الاداره محترمه انسى. عشان كده احنا بنقول الاداره هي، انا بقول الاداره والاعلام. ايوه بس احنا الإدارة اللي والإعلام. عايزين نقوله لكم ايه، هل انتوا كلكم بقى مقتنعين باللي احنا مقتنعين بيه؟ انا مقتنع بدي قوي. يعني انا مقتنع بحاجتين، ان الكره المصريه ما تستحقش تبقى في الوضع ده خالص، تستحق احسن من كده أساسي. بكتير. طبعا والمواهب احنا عندنا مواهب كمواهب رجل، بعيدا عن بقى الاتموسفير او اجواء اللعيب، من ملاعب لتغذيه لانضباط لعقليات طبعا. لكن انا بقول البذره الموهبه، احنا مصر فيها مواهب بالهبل. المواهب بتاعت مصر احنا لعيبه كوره اللي يعني. طلعت منين؟ من الفلاحين ايوه صح، ومن من الناس دي. اقاليم يعني. يعني دلوقتي للاسف الكوره بقول لك فساد ومحسوبيه. بطلنا ندور دايما اللعيبه فين اللعيبه المواهب دي؟ اللعيبه المواهب اللي زي محمد صلاح اللي كان بيسافر كل يوم من طنطا عصمصون ولا نجريج ويروح المقاولين طبعا كل يوم بيقول لك انا باكل ميه الكشري ده هو طلع يعني ماشي. ما هو فين دلوقتي اللعيبه دلوقتي فساد ومحسوبيه ودلع. ناشئين بياخد فلوس عشان يأيد. ما هي دي بقى قصه ثانيه، دي عايزه حلقات. بدليل بدون قطع الكلام يعني، بدليل ان انت احسن جيل جالك في منتخب مصر اللي هو كابتن بتاع حسن شحاته. طبعا ابو تريكه الشخصيات مش كاس عالم بس يعني هو بقى ربنا عوضهم بثلاثه افريقيه بقى. يعني مش قصدي ما صعدش كاس عالم يعني، فضل حتى كاس القارات كان المفروض يوصل نهائي بسهوله، ما صعدش. دي حقيقه صح. ده دليل ان فعلا في يعني الدنيا مش احسن حاجه. التوفيق برضه في مصر دايما يعني تحس ان ربنا واخده من المنتخب حتى شويه في حاجات كتير يعني، لان احنا ما بنعملش اللي علينا فعلا. يعني نهائي التوفيق بيروح للمجتهد اللي بالظبط. بيعمل اللي عليه. بالظبط. اخر فقره بس هو يعني اليوم والله معاكم. احنا هنخش بقى اهلي وزمالك كده بس حاجه خفيفه. ماشي عشان الكابتن بيقول لي ما يزعلش. لا ليه، ده هو اللي هيبدا، ده هو اللي هيبدا يا نهار اخر ابيض. اسئله لايت. كابتن طرابلسي، ايه اكتر موقف طريف حصل لك وانت بتلعب كوره؟ عايز بقى الكاست الواحد دي عايزه ساعه. ايوه حبيبي احنا عايشين في سر. ده لسه من ساعه. طب ايه اكتر موقف طريف حصل معاك وانت بتلعب كوره؟ انا في اللي فاكره يعني اللي جاي حضرني دلوقتي. ايوه موقف المغربي بتاع الفطار. بتاع الفطار بتاع المغرب. لا مواقف كتير. طب انت عايز جوه الملعب ولا بره الملعب؟ لا من ده على ده. انا عايز اقول لك من ده على طب ده. اديني حاجه جوه الملعب يا كابتن بولي مثلا. موقف طريف جوه الملعب، حد لعيب وقع قدامك بشكل معين، في كلمه اتقالت جوه الملعب، موقف في حصل. موقف دي الباك وارد الارضي فاكره. البيبي التريق. خد بالك هم نص الناس عندنا فاكره ان الناس الكبيره دي ناس كبيره على الله. أيوة. بص لا ولي يقول لي انا مثلا همسك شعبان، قام جاي انا شمته 3 اجوان، هو ماسك شعبان. خليك ماسكه بقى، خليك ماسكه بس ايوه. واسيستات وبتاع. احنا بنعمل الناس الكبيره عندها كوره من وجهه نظري يعني انت فاهم يعني. هقول لك حاجه من الناس الكبيره، مهند كام سنه؟ يعني سنتين هتلاقيه 50 برضه يعني. بس الناس عندنا كوره طبعا اكيد طبعا. لا طبعا وهي كوره في الدماغ قبل خلي بالك والله مش حاجه. احنا بنلعب الراجل ده مساك مثلا كان زمان. طبعا
متعب لا. مش متعب انسى. بزياده لا يعني يخوفك يا بستان بقى يا لا بستان لا أصلاً. فعلا الناس دي كلها لا انا عارف كورة كابتن مهند من زمان جامد طبعا، يعني. ما كنت قول بلعب. لي لعيب كوره، سيبك من ان احنا بنقطع في بعض وبتاع لا عنده مش كوره يا عارف إيه. كابتن، انا بقول كده مش مجامله والله والله ما عنده. ايوه والله. لا، يا جماعه انصفوا عماد يا جماعه. والله قصته قصه. خلي بالك احنا معانا ناس كلها، هنتكلم عليه. خلي بالك شويه. في ناس، لا وعمر عجوه والناس في ناس لعيبه كوره انا بنصفهم على يعني فكره، انت عندك، من محبيني، انا بحبك. في ناس حتى في سننا لعيبه آه. كوره يعني طبعا. في صبري لعيب، صبري كويس فؤاد جداً لعيب، طبعا مش عايز انسى حد. اسلام ايهاب حمزة. حسن ايهاب طبعا، إيهاب لعيب لسه كبير. إيهاب. حسن حاتم حسن. دماغه حاتم وايهاب، حاتم حسن. انا بلعب معاهم من وانا قد كده يا إسلام ابو عمرو. ايهاب حسن ده الناس دي دماغه- كلها لما تشوفها مش بقى وأباري. مستشار أباري. أباري لعيب جامد. ماليش دعوه، الناس دي لعبت كوره. أباري طبعا لعيب جامد ايوه ما انا عارف. طول عمره يعني. أنا ما انت شوف هتلاقيك بس لعبت هو معاه كتير. ايه بيتدلع ساعات ايوه شوية. لا يموت في وفي الاخراج. ناس تانية فاهم، في ناس انا بكلمك في ناس انت ما يعني شادي ده مثلا عنده كوره في مخه مش طبيعي، شادي مش طبيعي. طبيعي. شادي فاهم؟ بياخد بس هو أماكن في حبه الملعب. للفطير أنا والحاجات دي بتجنن احنا منه. كده الحلقه بص انت التويست انت في حته ثانيه خلي بالك. كانت الحلقه بقى زي الجيار حطيت البتنجان على الحلقه وكانتها في حته ثانيه. لا يعني شادي في ناس ده شادي ده كتير. لو بس ميزانه مظبوط ده هيبقى في حته تانية. لا شادي ده في حته خلي تانية. بالك، وصباحي ومصطفى وصباحي لعبوا بلعب معاه كتير طبعا. وناس طبعا. ومش عايز مش عايز مش عايزين ننسى حد. فاهم، وجوان عن يعني والكابتن كوشي طبعا. كوشي طبعا. كوشي بقى عنده صليبه دلوقتي. بقول لك ماشي ايه، وانا ده انا عايز ده أنا حته، ماشي من عايز غير حاجه يوكا. طريفه. كوشي اول ما سافرت ارمينيا وده قال لي الفرقه وبتاع، فلقيت المعلم ده واقف على جنب والله العظيم يعني سيد معوض بيربط الشراب والجزمه وهينزل ياكل العيال اللي في الملعب ومكشر يا عم امبارح. مكشر. ايوه وهو انا لسه اول مره شفني اشوفه يا نهار ابيض. مش هلعب معاه. ايوه صح لسه داخل المجموعه زي ما حكيت. يا أول مرة باشا شوفني الراجل كان بايت لما معايا في الأوضة. سفرني 21 ما ده ساعه كان قلت لك ده عدلي قيعي. فاهم؟ انت حكيت القصه عدلي قيعي. فانا قلت له ايه، قلت مصطفى بس اللي بلعب معاه وعجوه طبعا. فبقول لمصطفى لا شكله كويس قوي ومغربي جسمه اللي هو كان ده مساك، مشكله. كان مساك في الامن المركزي مش في فرقه يعني كان مساك في فرقه ثانيه، واقفين ورا وخلاص هينزلوا. انا معايا فرقه جامده العب قدام وخلاص. هوب واحد باتنين. شكرا يا كابتن سبيحه. يلا يا رجاله كان بايت معايا في الاوضه. ارجع انا ورا بقى. شفت التويست قلب عليك. ايوه اشرب بقى مش عايز موقف طريف. ايوه موقف طريفه ايه. انت اللي طلبت بقى. كابتن مهند بتتعصب وانت بتكاتشن على الخط؟ عصبي؟ انت طبعك عصبي؟ انا عصبي في الملعب بس خلي بالك برضه بالمناسبه برضه موضوع عصبي دي ده عصبي. بعد عصبي لا بس. قصدي بعد ما اعتزلت الكوره، لعب يعني انا طول عمري على فكره كابتن فرقتي في نادي ماشي ما شاء الله. الاول فانا طول عمري ما اخدتش كارت احمر في الملعب. كنت هادي جدا 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 طول عمري يعني في الملعب اللعب جوه اللعب بس لا انا طبعا في الملعب عصبي، بس برضه لا حتى لما وقفت مدير فني لا ما افتكرش ان انا يعني عصبي، يعني ممكن اتعصب ساعات بس يعني توقيتات يعني لكن مش يعني مش في وسط ممكن مش في وسط الماتش قوي، ممكن اعلي صوتي يا نادي في موقف معين مثلا. ايوه يوم جاي داخل رامي خابط الكوره زي حضرني موقف واو في ماتش الكاس الاخير بس ده. بتبقى حقيقه بس خلي بالك لما بعمل كده ما بعملهاش، لا مش قصدي ما بعملهاش على اللعيبه اللي في الملعب، ممكن زي ما بيقول بيقول ايوه بتطلع بره اشوف الكوره اوجه الكلام للدكه بره، فاهم قصدي؟ بس ما بتعصبش بيخرج العصبيه بس ممكن بين الشوطين اجيبهم قدام فاهم قصدي؟ بس ما بتعصبش على اللعيبه في الملعب. كان في موقف في نهائي كاس مصر اللي احنا حضرناه في استاد اسكندريه ده، وكان طارق واخد انذار دي وعمال يخبط جامد وانت عمال تقول له كله بتقول له طارق. فاخر ما زهقت طبعا منه احنا قاعدين سامعين يا طارق اسمعني. ايوه بس لا يعني اصل برضه خلي بالك انت برضه في الاخر هتخسر لعيبه، لا مش رواد او مش رواد، بس اللعيبه اللي في الاخر كلهم لعيبه كبيره طبعا. فانت برضو مهما يعني لا يعني برضو في بس زي ما بيقول تربوسي ممكن اتعصب على الدكه ورايا اطلع غلي في حاجه بس لا يعني وانا واقف يكون دي حقيقه يعني ميدو مش ما بتحبش مين يلعب جنبك؟ ما بحبش ما بتحب، ما هو الصعوبه في السؤال كده
ما بتحبش مين يلعب هو جنبك. بيعمل توستات هتوديه في داهيه، خلي بالك. السباعي يعني ولا في اي في الدوري، في السباعي، في اللعب عامه. ما بحبش نلعب مع بعض. والله انا بزحلقها عليك والله. دي الحقيقه. هو دي الحقيقه فعلا. لا يعني بنشبط في بعض يعني لا ما فيش يعني يعني لا حد وهو بصراحة. جنبك ما بترتاحش؟ لا ما عنديش، لا الحته دي من وانا صغير مش ممكن، فيا يعني ما عنديش بالعكس انا يعني خلي بالك انا بلعب نص ملعب، يعني بلعب مثلا في ال11 بلعب 10 او بلعب ساعات هاف، كمان ساعات بيلعبني هاف او 10 دايما معظم الوقت. في السباعي برضو بلعب نص ملعب. فالحته بتاعت نص الملعب دي ان انت برضو حته محدش بيلعب جنبك دي صعبه اعتقد، تبقى تلاقي واحد ما بيلعبش، تلعب ما تحبش واحد يلعب قدامك ماشي. يعني مثلا على سبيل المثال الحاج عرفه مثلا، ده الصخره، ده الصخره بتاعتنا بقى، ده لازم تتحطم عليها كل هقول لك على حاجه ذكرت اسمه يعني انت قلت الصخره. طبعا ربنا يدينا الصحه ونوصل للسن ده يا رب طبعا، والله العظيم ويدي كل الناس ده صحه يعني في المجموعه. لما بتشوفه في الملعب بيترمي في حاجات وفي لعبات، ربنا يديله الصحه. بالمناسبه قول لي الروكي كام سنه؟ ده لا الصخره داخل على 66. ما شاء الله. ربنا يديله الصحه. احنا الدوري اللي كسبناه على فكره بسببه لا الدوري اللي كسبناه كان الصخره ساعات بيلعب في ماتشات في ال11 الساعه 12 الظهر بيقف جون. ايوه ربنا يديله الصحه وطول العمر يعني. وخلي بالك هو وكل الجروب بتاعنا يعني طبعا هو طيب جدا جدا وعصبي جدا. مش اي حد بيتفهمه، بس قمه بقى في لما تسافر معاه، قمه في الطيبه والكرم والجدعنه. وعندنا برضو الاسطوره عشان ما ننساهوش كابتن شامل، وبعتنا له التحيه فعلا فروت جامد قوي. بص الناس دي خلي بالك يعني دي حرفيا زي ما بيقولوا كده دي الايكونيك بتاعت لا وفي ناس الناس اللي حواليها لا يعني وجودهم حرفيا يخليك انت تبقى محرج ان انت ما تقفش تلعب. يعني تخيل انت حد قدام منك ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يحفظهم ويديهم الصحه طول العمر. عمرو صالح واقف 60 سنه ولا 66 سنه بيلعب بيعمل تراي وواحد بيجري وبيلعب وبيجيب اهداف. ايه انت ايه بقى محظوظ مثلا؟ لا انا شفت الحاج عامر وهو بيلعب مثلا. طبعا شفناه في الكينج بسم الله ما شاء الله. انا شفته من زمان، مش ناس كتير. انا سمعت انا اعرف ناس لعبت معايا. الحاج عامر نص ملعب نص ملعب. لا لعبت معاه كتير. ما بيحبش يخسر خالص بقى فاهم يعني. ومعاه طبعا بيلعب معانا توني. ايوه توني ده لو توني ده توني ده لو كان مهتم بنفسه والله كان بقى لعيب درجه اولى ممتاز. حاجه لا لو عدى ما شاء الله. لا عدت رجل لوحدها اصلا توديه في حته ثانيه. بس يعني وشوف الحاج عصام وهو بيلعب. ايوه يعني الحاج عصام بطل من قريب. ايوه فالفكره الحاج عصام بطل ليه؟ الفكره ان انا زي ما بقول زي ما مهند بطل كده برضه. لا يعني هو الحاج عصام يعني برضه السن مع هي سنه الحياه برضه في الاخر زي ما سنه الحياه في اللعيبه اللي محترفه بتلعب بيجي لهم وقت يعني. لا انا قصدي عصام ده برضه الرواد كده اكيد طبعا بالنسبه له اهم حاجه في حياته. حياه طبعا. انا بقول لك الرواد حياه. اليوم انا بشوف ان ان الحاج عصام فتح الله ربنا برضه يديله الصحه وليه كل الشكر والاحترام والتقدير طبعا اللي بيعمله مع الجروب. شوف ان بحس ان جروب الرواد ده هو تاسكايه في اليوم بتاعته. في تاسكايه كده من ضمن اليوم من ضمن اليوم هو لازم يخش يتابعها يخش يعملها. هقول لك على حاجه يعني دي حطها كده من ضمن الكلام. انت فاهم يعني ايه تبقى ناس ماشيه على الطريق الصحراوي او في شغلها او عندها اي حاجه مثلا مهمه وتقول مثلا ثانيه واحده او تقف على جنب عشان المنبه بتاع التسجيل ضرب فهتقف تسجل علشان ما يروحش عليها اللعب. ايوه حاج عصام سايق يعني احنا بيخش 26 واحد. ايوه صح. فتخيل ان انت الحياه بتقف ايوه في الساعه 9 دقيقه عشان اقدر ان انا اسجل عشان لو الحق لو ما لحقتش ريسك ان العب. طب حاجه اخيره بقى كده ايه حلوه كده لذيذه واحنا بنقفل كده. عايزكم تقولوا لي كده ايه كل واحد فيكم من وجهه نظره كده ايه احسن 5 لعيبه شافهم يعني على حسب طبعا اللي عاصرهم من اول ما اتفرج على كوره بره مصر وجوه مصر. 5 لعيبه او 3 لعيبه اللي 3 لعيبه بلاش 5 3 لا سهلين والله. 3 لعيبه بره و3 لعيبه هنا وكتير قوي. لا اللي يجي على بالك برضو بس اللي بتحبه عشان نعرف كده ايه انتوا ايه. يعني انا بالنسبه لي مثلا في مصر دماغكم ايه كوره؟
انا بالنسبه لي في مصر ابو تريكه طبعا ده اكيد صراحة. طبعا اكيد طبعا. وصلاح برضو باجتهاده ممكن ما يكونش احسن ممكن بس طبعا فاهم قصدك على المشوار كله. واللي بشوفهم برضو يعني ناس مش صعب ان احنا نشوفهم تاني بعد مراحل كتير. ميسي وكريستيانو قديم شويه الجيل بقى. رونالدينيو مثلا. ما بقول لك الجيل ده رونالدو الظاهره وزيدان طبعا عالمي. بص احنا لمين تقريبا من لكم. بص هم دول النجوم عليه. يقول لك قول مش عشان تغش وانت ما شفتهمش. مش عشان شفتهم والله لا بالعكس. لا ما انا عارف. وفي مصر في ناس ثانيه بس دول يعني صعب اللي انا اشوفهم. طب كابتن مهند بقى ايه دماغه الكرويه؟ والله تمام بما انك بقى من الجيل القديم. انا بره مصر بره مصر طبعا. انا بالنسبه لي من اعظم من لمس الكوره زين الدين زيدان. طبعا ده بالنسبه لي قولا واحدا. ده لعيب مختلف تماما مع الاعتذار طبعا عن ميسي عن رونالدو. لا حاجه ستايل تاني. ده حاجه ده لاعب البرازيل لوحده في 2006 طبعا. والله ماتش ايقوني. الماتش كان ايقوني. بيشمس كافو بيعمل اللي هو عايزه. متحكم في الملعب. كاكا ومش كاكا يعني ده كان بيحسن الكوره سهله قوي. تحس ما بيعرقش هو بيلعب. فطبعا ده بالنسبه لي ده مش هيتكرر فعلا. وطبعا ميسي ورونالدينيو ورونالدو طبعا البرازيلي ده رونالدو اعظم مهاجم في التاريخ طبعا. ده برضه ما ظهرش. كابتن بولي بقى هو اللي هيدينا بقى الاختلاف بقى. خش بقى علينا كابتن. هيقول لك بقى بوشكاش. بس يدينا في مصر لازم. محمد عطيفه. هيقول لك بوشكاش. محمد عطيفه وبوشكاش بقى وبيليه. بعيد عن الكلام ده كله. وبيليه بقى كل الكباتن اللي هم معانا زملاء كفاح زي ما بيقولوها انا نسيهم. يعني عندك كابتن عطيه بتاع الشيخ زايد. عطيه بيعمل لك بطوله جامده قوي كل سنه. طبعا انت فاهم قصدي. عندك شريف حليم بيعمل بطوله بتاعت اليت. طبعا لازم الناس دي انا عايز اشكرها. لا اشكرها طبعا لازم. فرصه ان احنا فرصه اكيد. واول جماعه في الجزيره نيو جيزه لما تخش عندهم يعني بصراحه من اكتر جمال من انضف الناس اللي كل الفرق بتاعت الرواد هم دول لا بنوجه لهم الشكر وربنا يديهم الصحه ويستمروا زي ما هم ماشيين كده. لا حاجه جميله طبعا. الموضوع مش سهل طبعا. عايز مين يكسب في بطوله اوروبا سريعا كده؟ يعني اتمنى ارسنال طبعا بس تكسب البطوله السنه دي. انا اتمنى ارسنال برضه بس يعني اتمنى اللي يقابلهم في النهائي برضه. بحب ارسنال جدا يعني طبعا في مصر هنا الاهلي اكيد طبعا بس بره انا ما بميلش غير للارسنال بس. ارسنال فرقه المحببه بالنسبه لي برضه الجيل القديم والله يعني. ايوه توصل النهائي بعد كام سنه من جيل تيري انري وبيركامب ما كابتن مهند لسه قايل لي من 2006. انا كنت اقول له 2003 ولا قال لي 2006. فبقول لي طبعا كان لسه بيشكر لك في الرواد. ايوه يعني بشكر الكباتن عشان ما انساش. ايوه لا ما بالظبط اشكر الناس كلها والله فعلا لا فرصه. مين ولا مين بقى اشكرهم بقى كلهم ايا كان بجميع الانديه عشان ما ننساش اسم حد. لا اكيد الناس كلها بصراحه بتتعب وبتعمل اللي عليها وزياده علشان توصل الفكره. موضوع صعب قوي. ايوه وتخليها تنجح وفعلا يبقى لها صدى وتوصل لحته احسن ان شاء الله. ان شاء الله. نورتونا كابتن والله العظيم. نورتونا والله العظيم. وحلقه جميله وخفيفه والله وما حسيناش بحاجه والله العظيم. وانا ما كنتش متخيل ان انا لما يبقى معانا ضيوف اللي هتبقى الحلقه حلوه كده. لا وهم كانوا مش متوقعين ومخضوضين لكن لا مفيش الكلام ده. هم طبعا قعدوا معانا بس احنا واحد. حلقه حلوه كابتن ترابلسي. هم ضيوف ممكن بجد ولا حاجه. نورتونا واسعدتونا جدا. نورتونا وانبسطنا جدا والله. كانت طالعه حلقه جميله. ومش هنوصي بقى حبايبنا وكل مشاهدينا استيكرات بقى لايك وشير وسبسكرايب. عايز يطلعنا ترند واحنا بنتكلم في حته ثانيه. كل الاستيكرات عشان كابتن ترابلسي ما يزعلش منكم. ملوك الاستيكرات يا جماعه مش بقول لكم عايزين حد يفتكر لهم السوشيال ميديا يعني استيكرات مش صفحه. لا الحق قفل الحلقه بتاعت البوستات والدنيا هتبقى مننا. ماسك الصفحه عندنا. وان شاء الله باذن الله الحلقه تعجبكم تبقى حلقه خفيفه وعجبكم ان شاء الله لايك وشير وسبسكرايب عشان معانا ضيوف جامدين جدا الفتره اللي جايه. بس ان شاء الله ان شاء الله نستمر بقى في كلمني كوره والحلقات اللي زي دي تتعاد برضو دي معانا في الجدول بتاعنا باذن الله. انا وعدكم انها تبقى موجوده دايما. باذن الله الرواد دي دايما نتكلم باذن الله يكون في وعد بالاستمراريه وعد كمان بضيوف ان شاء الله باذن الله تانيين وكلام جامد بقى الفتره الجايه عشان الدنيا سخنه في دوري في كل حاجه في كوره بره وجوه كل حاجه طبعا. في الاهلي مزعلنا بدون انقطاع اهو فعلوا زر الجرس عشان السلو. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله ويلا بينا. سلام.